السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ شباب تالتة ثانوي. النهاردة ان شاء الله هنكمل في حل الباب التاني. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الفيض والسلك المستقيم، ما كملناش السلك المستقيم، ما كملناش افكار السلك المستقيم كلها. ان شاء الله رب العالمين النهاردة هنتكلم على او هنحل بقية درس السلك المستقيم في افكار كويسة. اهم حاجة تكون مذاكر الدرس كويس اللي احنا خدناه في الحصة عشان تعرف تجاري معايا الحصة. طيب ان شاء الله دلوقتي كنا انتهينا اخر مرة عند السؤال رقم 25. السؤال رقم 26 بيقول: اذا كانت النسبة بين كثافتي الفيض المغناطيسي عند نقطة x و y بجوار سلك مستقيم يمر بكل منهما تيار يمر به تيار كهربي، فكانت النسبة بين bx الى by هي 2/3، فان النسبة بين البعد العمودي للنقطتين. طيب هو هنا بيقول لي في تيار بيعدي في سلك، وفي نقطة هنا x وفي نقطة هنا y، خلاص؟ فنفس التيار، فانت عايز الدي اكس على الدي واي. طيب ايه علاقة كثافة الفيض؟ اول حاجة عشان تجيب نسبة، ده التيار اللي بيمر، عشان تجيب نسبة فانت لازم تكتب القانون. طيب الدي بتساوي ميو في اي على 2 باي بس في البي. خلاص انا عملت ايه؟ شلت البي، شلت البي من فوق ونزلتها مكان الدي وهكذا، فبقى ده القانون. حلو. الميو مقدار ثابت، وال2 باي برضو مقدار ثابت، والبي مش ثابته، والاي ثابت. ليه؟ لان نفس السلك، بيتكلم على نفس السلك. اذا العلاقه بين الدي والبي علاقه عكسيه. اذا نسبه دي اكس على دي واي هي نسبه بي واي على بي اكس، يعني النسبة هتكون 3 على الاتنين، وهتبقى الإجابة رقم د. شو السؤال اللي بعده؟ السؤال اللي بعده بيقول: في الشكل المقابل يوضح سلك مستقيم يمر به تيار كهربي مستمر، فإن النسبة بين كثافتي الفيض المغناطيسي الناشئ عند التيار عند النقط x و y، عند النقطة x وادي النقطة y. طيب بعد النقطة x عن السلك فدي كده دي x، خلاص، وبعد النقطة y عن السلك فدي كده تعتبر دي y. نفس الفكرة بتاعت السؤال اللي فات. أنا عشان أعمل علاقة بين حاجتين لازم أكتب القانون. أنا عارف إن حضرتك عارف الكلام دوت من الحصة. لازم أكتب القانون. البي بتساوي ميو اي على 2 باي دي. أشوف مين ثابت ومين متغير. معامل النفاذية ثابت لنفس النقطتين، ال2 باي مقدار ثابت، شدة التيار طبعا هو لسلك واحد فشدة التيار مقدار ثابت لكلا النقطتين. إذا كثافة الفيض تتناسب مع دي تناسب عكسي. إذا بي اكس على بي واي، بي اكس على بي واي هي نسبة، هقول له كده إن البي تتناسب عكسيا مع الدي فقط. إذا بي اكس على بي واي، بي اكس على بي واي بتساوي نسبة دي اكس على دي واي. طيب دي اكس بكام؟ بعد النقطة دي دي اكس هي مقدار بدي، والدي واي مقدارها 2، لا سوري، الدي واي مقدارها الحتة دي كلها، فالحتة دي كلها مقدارها 3 دي. مقدارها كام؟ 3 دي. دي راحت مع دي، إذا النسبة بتاعتي 1 على 3، تبقى الإجابة رقم د. طيب شوف السؤال اللي بعده. حلو السؤال ده، كنت حاطه في امتحان الحصة. سلك مستقيم موضوع عمودي على الصفحة ويمر به تيار كهربي مستمر إلى خارج الصفحة كما بالشكل المقابل، فإن الترتيب الصحيح لمقادير كثافة الفيض المغناطيسي عند النقط المبينة. آدي النقطة X، وادي النقطة Y، وادي النقطة Z، وادي النقطة إيه؟ وادي النقطة K. جميل. بص كده حضرتك، لو أنا السلك أهو بيبعد عن النقطة دي خطين مربعين أهو، خلاص؟ بيبعد عن النقطة دي مربعين، وبيبعد عن النقطة X نفس المربعين، يبقى البعد العمودي لزد نفس البعد العمودي لإكس.
اذا على جنب كده هقوم قايل ان البي اكس بتساوي البي زد. ليه؟ بعد النقطه دي نفس بعد النقطه دي، البعد هنا نفس البعد هنا بالظبط، فبالتالي دي اكس بتساوي البي زد. جميل. طيب وبعد النقطه كي اهو، ده كده بعد النقطه كي. طيب بص كده بعد النقطه كي، لو انت رسمت مثلث بالشكل ده، فده هيبقى وتر في مثلث قائم. بالله عليك بعد النقطة كي هو نفس بعد النقطة زد؟ أكيد لا، ده يعتبر الوتر اللي في المثلث، والوتر أكبر أضلاع المثلث، فبالتالي حضرتك بعد النقطة كي أكبر من بعد النقطة زد، فبالتالي حضرتك البي كي خلاص. طب بعد النقطة واي اهو نفس بالظبط نفس المثلث، لو انت رسمت ده مثلث قائم وده وتر في مثلث قائم، ده كده وتر في مثلث قائم، اذا بعد النقطه واي هو نفس بعد النقطه كي، بعد النقطه واي يبقى بي واي بتساوي البي كي. طيب بس بعد النقطتين دول لكي وواي اكبر من بعد النقطتين دول، يبقى مين كثافه فيده اكبر؟ كل ما قربت من السلك كل ما كثافه الفيد زادت. اذا كثافه الفيد ترتيب كده، كثافه الفيد للنقطه اكس بتساوي كثافه الفيد للنقطه زد، ودول اكبر. ليه؟ لان هم اقرب. بص النقطه زد وادي النقطه اكس اقرب للسلك خلاص من النقطه واي والنقطه اكس، اذا دول اكبر من بي واي وبتساوي البي زد سوري البي كي. خلاص. ليه بقى حضرتك؟ لان البعد هنا قد بالظبط البعد هنا. خلاص. طيب يبقى البي اكس والبي زد اكبر، البي اكس والبي زد، البي اكس والبي زد اكبر. ايوه هي الاجابه ايه اهي، الاجابه هتبقى د، ان البي اكس بتساوي البي زد واكبر من بي واي وبي كي. طيب نشوف السؤال اللي بعده. الشكل البياني يمثل العلاقة بين كثافة الفيد الناشئ عن مرور تيار كهربي في سلك مستقيم مع شدة التيار الكهربي I عند النقطة X و Y. طيب مبدئيا كده لما اشوف مسألة فيها رسم بياني اكتب القانون. اكتب القانون. فهقول له ادي البي بتساوي الميو في الاي على ال2 باي في الدي. جميل، حلو قوي. طب حضرتك مين على الصادات؟ البي. مين على السينات؟ الاي. مين معامل السينات؟ اهو معامل السينات اهو. يبقى اذا السلوب بتاعي او الميل بتاعي بيمثل ميو على ال2 باي دي. ده كده يعتبر مين؟ يعتبر الميل. الميل. طيب حضرتك انت عارف ان الميو مقدار ثابت صح كده، وعارف ان ال2 باي مقدار ثابت، اذا الميل يتناسب عكسيا مع الدي. اذا الميل السلوب يتناسب عكسيا مع مين؟ مع الدي. اذا اللي ميله كبير بعده صغير، واللي ميله صغير بعده كبير، عشان العلاقه بين الميل والدي علاقه ايه؟ عكسيه. طيب انت هنا مش مديني لا زوايا ولا ارقام صح كده، بس انا عارف ان حضرتك زاويه اكس سيتا اكس اكبر من زاويه واي، زاويه اكس اكبر من زاويه واي، وانا عارف ان انا لما بروح اجيب الميل بجيبه تان سيتا. تان ايه؟ سيتا. اذا اللي السيتا بتاعته كبيره ميله كبير بعده صغير، عشان العلاقه بين الميل والبعد علاقه عكسيه. فهقول له كده على جنب، هقول له بما ان سيتا اكس اكبر من سيتا واي، سيتا اكس اهي اكبر من سيتا واي، اذا سلوب اكس اكبر من سلوب واي، عشان العلاقه بين السيتا والسلوب علاقه طرديه. طيب والعلاقه ما بين السلوب والدي علاقه عكسيه، اذا الدي اكس اقل من الدي واي، الدي اكس اقل من الدي واي. بعد النقطه اكس اكبر من بعد النقطه واي غلط، بعد النقطه اكس اقل من بعد النقطه واي صح، بعد النقطه اكس اقل من بعد النقطه واي، تبقى الاجابه ب. شوف السؤال اللي بعده.
السؤال اللي بعده بيقول برضو اعطيني مساله فيها رسم بياني. السؤال اللي بعده بيقول الشكل المقابل يمثل العلاقه بين كثافه الفيض المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار كهربي في سلك مستقيم عند نقطة محددة وشدة التيار I، فيكون بعد تلك النقطة بقد إيه؟ طيب بالراحة خالص، اشتغل تاني. هقول إن البي ماجنتيك بتساوي ميو I على 2 باي جي، صح كده؟ وأنا عارف إن اختصار في السلك المستقيم اختصار الميو على 2 باي يعتبر إيه؟ يعتبر 2 في 10 أس سالب 7، يبقى نكتب القانون اللي إحنا شغالين بيه 2 في 10 أس سالب 7 في I على دي. حلو قوي. مين على الصادات؟ البي. مين على السينات؟ الاي. مين معامل السينات؟ 2 في 10 اس سالب 7 على دي. خلاص؟ اذا السلوب على جنب كده، يبقى السلوب بتاعي بيساوي 2 في 10 اس سالب 7 على دي. جميل. خلاص؟ طيب حضرتك انا عايز مين؟ انا عايز بعد النقطة، عايز الدي. اعمل ايه؟ هجيب الميل وانزله تحت مكان الدي واطلع الدي فوق. يبقى الدي بتاعتي بتساوي 2 في 10 اس سالب 7 على السلوب هجيبه من الرسمه. انت مديني ارقام هنا صح؟ يبقى فرق صادات على فرق سينات. خلي بالك اي حاجه موجوده على محور صاد مضروبه في 10 اس سالب 7. خلي بالك اي حاجه على محور صاد مضروبه في 10 اس سالب 7. خلاص؟ يبقى انت كده حضرتك هتعمل ايه؟ تقسم صادات على سينات. هتقسم مين على مين؟ هتقسم ال50 على ال5. هتقسم 50 بس 50 في 10 اس سالب 7 زي ما هو ايه؟ ضارب لي على ال5. على ايه؟ على ال5. نقسمها على الآلة. نقسم 50 في 10 أس سالب 7 على 5، تطلع معايا 1 في 10 أس سالب 6. يبقى يطلع معايا الميل 1 في 10 أس سالب 6. خلاص؟ 1 في 10 أس سالب 6. طيب حضرتك احنا اتفقنا ان احنا عشان نجيب الدي هنقسم 2 في 10 أس سالب 7 على الميل بتاعي بكام؟ 1 في 10 أس سالب 6. يبقى اقسم مع بعض. نقسم 2 في 10 أس سالب 7 على 10 أس سالب 6 تطلع معايا خمس. يعني 2 في 10 أس سالب 1 تطلع معايا دي بخمس، يعني 2 في 10 أس سالب 1. بصيت في الإجابات طبعا بالمتر، لأن دي بجيبها بالمتر. طبعا الدي عندي هنا الأرقام اللي عطاها لي بالسنتي، عشان أحول من متر لسنتيمتر بضرب في 10 أس موجب 2. ليه؟ من سنتيمتر المتر بضرب في 10 أس سالب 2. يبقى من متر للسنتيمتر هضرب في 10 أس سالب 2. أضرب في 10 أس سالب 2 يطلع معايا كام؟ 20 سنتيمتر. تبقى الإجابة ب. خلاص؟ طيب السؤال اللي بعده. جميل. لا عايزك بقى تركز لي في السؤال ده. ركز لي كده في السؤال ده. عايزين نشرح حاجة كده الأول. أنا لو معايا دايرة، خلاص، هنا موجود في بي وار سمول. خلاص، ومعايا هنا مفتاح. خلاص، ومعايا هنا اميتر، وهنا ار، وهنا ار. طيب ركز لي في الفكرة دي كويس جدا. ماذا يحدث لقراءة الاميتر عند غلق عند غلق
المفتاح. بالراحة. دلوقتي انا بكلمك على الاميتر ده، على الاميتر ده ايه اللي هيحصل له لما اقفل مفتاح الدايره؟ بالراحه. الاميتر ده تيار، والاي بتساوي في على ار. خلاص؟ طيب الاي بتساوي في على ار، مقدار المقاومه مقدار ثابت. المقاومه مقدار ثابت، مش مقاومه متغيره. اذا اللي هيحصل لفرق الجهد بين طرفين المقاومه دي، خلاص، هو اللي هيحصل للتيار. يبقى الاي، وهنا تيار فرع اللي هيخش هنا لما يجي يتجزأ، تيار ايه؟ تيار فرع، اي فرع. خلاص؟ التيار هنا لما يخش ويتجزأ، تمام؟ التيار هنا هيقرا تيار ايه؟ تيار فرع. فتيار الفرع بيساوي او بيتناسب مع فرق الجهد بين طرفين الايه؟ بين طرفين الموصل. طيب ازاي اعرف فرق الجهد بين طرفين الموصل؟ بص، فرق الجهد ده لو مقدار ثابت فده كمان هيبقى ثابت مش هيتغير. وامتى فرق الجهد ده يبقى ثابت هقول لك. وفرق الجهد ده لو اتغير، خلاص، ده كمان هيتغير. خلاص هيتغير بقى، سواء زاد فده هيزيد، لو ده قل يبقى ده هيقل. بالراحه. طيب ازاي اعرف بقى ايه اللي حصل لفرق الجهد بين طرفين الموصل؟ بص يا قلبي، هو الفولتميتر او فرق الجهد من هنا لهنا مش هو فرق الجهد من هنا لهنا؟ مش هو فرق الجهد من هنا لهنا؟ ده فرق جهد بين طرفين ايه؟ بين طرفين بطاريه. ليها ايه؟ ليها ار سمول. ليها ايه؟ ار سمول. يعني الفي دي، فرق الجهد ده، فرق الجهد ده بيساوي ايه؟ في بي ناقص اي في ار سمول. في بي ناقص اي في ار سمول. ده مقدار ثابت وده كمان مقدار ثابت. دي الاي توتال بيتناسب. يبقى فرق الجهد ده بيتناسب عكسيا مع الاي توتال، مع شدة التيار الكلي المار في الدايرة. خلاص؟ تاني بالراحة كده، واحدة واحدة. تيار الفرع ده بيساوي في على ار. تيار الفرع ده بيساوي في على ار. ايه اللي هيحصل لتيار الفرع ده لما اقفل المفتاح؟ خلاص؟ طيب حضرتك مقاومة الفرع ثابتة، اذا العلاقة بين شدة التيار وفرق الجهد علاقة طردية. طب يا مستر انا عايز اعرف ايه اللي هيحصل لفرق الجهد، عشان هو اللي هيحصل له هيحصل لشدة التيار بتاعة الفرع. ده تيار فرع مش تيار كلي، خلي بالك انا بقول لك تيار الفرع يتناسب مع فرق الجهد تناسب طردي. تيار الفرع يتناسب مع فرق الجهد تناسب طردي، انما فرق الجهد ده بيتناسب مع شدة التيار الكلي عكسي. خلاص؟ طيب بص بقى، قفلت المفتاح، توصيل بقى توصيل، توصيل بقى توصيل توازي. يعني ار توتال هتقل، يعني اي توتال هتزيد. ولما التيار الكلي يزيد فرق الجهد يقل، فرق الجهد يقل، تيار الفرع يقل. تاني بالراحة. لما هقفل المفتاح اللي هيحصل للمقاومة الكلية، التوصيل هيبقى توصيل توازي. التوصيل هيبقى توصيل توازي. التيار الكلي، حضرتك التوصيل هيبقى توازي، يبقى المقاومة الكلية هيحصل لها ايه؟ تقل. خلاص؟ طيب حضرتك طالما المقاومة الكلية هتقل، يبقى شدة التيار الكلي هتزيد. وطالما شدة التيار الكلي هتزيد، ايه علاقة فرق الجهد بين طرفي المصدر مع شدة التيار الكلي؟ علاقة عكسية. التيار الكلي بيزيد يبقى فرق الجهد بايه؟ بيقل. ولما فرق الجهد بيقل شدة التيار بتاعة الفرع بتقل. تاني معايا بطارية ليها مقاومة داخلية، هنا في مقاومة عليها مفتاح اهو المفتاح،
وادي المقاومه الثانيه، في هنا عمو اميتر، هنا الفي بي وار سمول بصفر. تفرق؟ احنا اتفقنا ان تيار الفرع او قراءه الاميتر عند غلق المفتاح. ماذا يحدث عند غلق المفتاح للاميتر؟ ايه اللي هيحصل للاميتر لما اقفل المفتاح؟ بالراحه تاني. ار توتال لو انت عايز تشتغلها بترتيب قانون اوم، عند غلق المفتاح التوصيل هيبقى توصيل توازي. التوصيل هيبقى توصيل ايه؟ توازي. يعني المقاومه دي هتقل. مستر امال اي توتال هيحصل فيها ايه؟ اي توتال هيحصل فيها ان هي تزداد. ليه تزداد يا مستر؟ لان العلاقه بين اي وار علاقه ايه؟ علاقه عكسيه. اي توتال بتكلم على التيار الكلي، خلاص بيزداد. ماذا يحدث لفرق الجهد بين طرفي المصدر؟ ما هو فرق الجهد من هنا لهنا، مش ده توصيل توازي؟ هو فرق الجهد من هنا لهنا، هو فرق الجهد من هنا لهنا. ماذا يحدث لفرق الجهد بين طرفي المصدر؟ اذا فرق الجهد بين طرفي المصدر، بين طرفي المصدر هيحصل له ايه؟ يظل ثابت. اشمعنى يا مستر؟ ار سمول هنا بكام؟ بصفر. امتى الفي تساوي الفي بي؟ امتى الفي تساوي الفي بي؟ امتى الفي تساوي الفي بي؟ لما تكون ار سمول بكام؟ بصفر. وطالما الفي هنا مقدار ثابت والمقاومه هنا مقدار ثابت، يبقى الاميتر ده اللي هو بيقرا اي بتساوي، ده تيار فرع اي بتساوي في على ار، ده ثابت وده ثابت، يبقى تيار الفرع يفضل ايه؟ ثابت. يبقى تيار الفرع يفضل ايه؟ يبقى تيار الفرع هنا ثابت، تيار الفرع في اللي قبليه قل عشان فرق الجهد قل. خلاص تاني بالراحه ما تتلخبطش، هرتبها لك زي ما كانت بالراحه بالراحه. بص يا حبيب قلبي، ار توتال هيحصل لها ايه؟ هتقل. ليه هتقل؟ عشان التوصيل توصيل توازي. عشان التوصيل لما هقفل المفتاح ار توتال هتقل عشان التوصيل توصيل توازي. اي توتال هيحصل لها ايه؟ تزداد. ليه يا مستر؟ عشان العلاقه ما بين اي توتال وار توتال علاقه عكسيه. لما المقاومه تقل التيار يزيد، لما المقاومه تزيد التيار يقل. خلاص؟ طيب ار توتال بتقل، ار توتال بتقل، اي توتال بتزيد. طب فرق الجهد بين طرفي المصدر بيحصل له ايه؟ فرق الجهد بين طرفي المصدر بيحصل له ايه؟ مستر ده بيقرا ايه؟ في بي ناقص اي ار، ناقص اي ار. وفي ار ولا ما فيش؟ في ار. هنا في ار سمول، الناحيه الثانيه ار سمول بصفر، هنا في ار سمول. علاقته مع التيار ايه؟ عكسيه. علاقته مع التيار ايه؟ عكسيه. يبقى ده يتناسب مع شده التيار تناسب ايه؟ عكسي. التيار الكلي، التيار الكلي بيحصل له ايه؟ بيزداد. يبقى فرق الجهد بين طرفي المصدر بايه؟ بيقل. فرق الجهد بين طرفي المصدر بيقل. جميل. حضرتك انا ماليش دعوه بدول، انت قلت لي ار توتال بيحصل فيها ايه؟ اي توتال بيحصل فيها ايه؟ فرق الجهد بين طرفي المصدر او فرق الجهد الخارجي بيحصل فيه ايه؟ فرق الجهد الخارجي بيقل. فرق الجهد الخارجي بيقل، يقل. حلو قوي. انت عايز مين بقى؟ انا عايز قراءه الاميتر ده. روح عند الاميتر، ادي الاميتر ده اي كلي ولا فرع؟ لا ده تيار فرع. تيار الفرع بيساوي ايه؟ في بين طرفين الموصل، في اللي هنا على الار. مقاومة الفرع ده مقدار ثابت ما اتغيرتش، وانا لما قفلت المفتاح غيرته في المقاومة دي؟ لا. طب وفرق الجهد حضرتك حصل له ايه؟ فرق الجهد، ما هو فرق الجهد من هنا لهنا هو فرق الجهد من هنا لهنا هو فرق الجهد من هنا لهنا، يعني يعتبر فرق الجهد الايه؟ الخارجي. وفرق الجهد الخارجي بيقل. يبقى شدة التيار هتقل. يبقى شدة تيار الفرع ده هيقل. طيب ليه؟ عشان ار سمول هنا موجودة، انما ار سمول هنا بصفر
فرق الجهد ثابت، مقاومة الفرع ثابتة، يبقى شدة التيار ثابتة. خلاص؟ متى يتساوى الفي مع الفي بي من الباب الأول؟ لما تكون ار سمول بصفر. فكرة جميلة. نرجع تاني للسؤال بتاعنا. في الشكل المقابل، بس ثواني كده، في ار سمول. في ار سمول ولا مفيش؟ اهي. في ار سمول اهي. موجودة اهي. يعني ار سمول مش بصفر. جميل. في الشكل المقابل السلك المستقيم مقاومته اي بي. مقاومته ار. السلك ده ليه مقاومة ار. متصل بدائرة كهربية كما هو موضح بالشكل. فتكون كثافة الفيض المغناطيسي عند النقطة بي. كثافة الفيض عند النقطة بي والناشئ عن مرور تيار كهربي في السلك اي بي. خلاص؟ لها أكبر قيمة. البي امتى هتكون أكبر قيمة؟ بص ركز معايا، ده بعد النقطة. كثافة الفيض بتساوي ميو اي على 2 باي دي. طبعا انت هتقفل مفتاح، هتغير مفتاح، هتقفل مفتاح وتفتح مفتاح. معنى كده حضرتك ان انت مش هتلعب لا في الميو ولا في الدي او ال2 باي دي. اذا هنا حضرتك علاقه مين مع مين؟ علاقه كثافه الفيض مع شده التيار. علاقه كثافه الفيض مع شده التيار. جميل. طيب المفتاحان كي 1 وكي 2، كي 1 وكي 2 مفتوحان. ده مفتوح وده مفتوح. هيطلع التيار من الدايره اهو. هيطلع، هيمشي. هيبقى بايه؟ هيبقى باي. طيب جميل. طيب لو المفتاحان كي 1 وكي 2 مغلقان، لو انا قفلت ده وقفلت ده، ايه اللي هيحصل؟ مفيش حاجه. ده هيبقى سلك فاضي، والتيار هيعدي كده اهو، كده ويرجع تاني للدايره. اذا مفيش تيار هيعدي في مين؟ في السلك اللي تحت اللي نشأ عنده ايه؟ كثافه فيض. يبقى الاجابه الف ايه؟ غلط. ليه حضرتك؟ مفيش تيار هيعدي اصلا. انا عايز كثافه الفيض اكبر ما يمكن. يبقى انا لو قفلت ده وده، يبقى ده هيبقى سلك فاضي وهيسحب كل التيار، فبالتالي مفيش تيار هيعدي تحت. فبالتالي حضرتك كده شده التيار بصفر، كثافه الفيض عند النقطه دي بصفر. فبالتالي حضرتك ما تنفعش الاجابه الاولانيه. طيب الاجابه الثانيه، لو انا فتحت المفتاح، لا ثواني معلش، انا بتكلم على الاجابه الثانيه اهي. لو انا قفلت كي 1 وكي 2 مغلقان مش هيعدي تيار، فدي كده مستبعده معايا. طيب وغلق الكي 1 بس برضه وفتح الكي 2 برضه مستبعده. ليه حضرتك؟ لان انا هفتح ده اهو، هفتح ده خلاص واقفل ده، فبالتالي حضرتك برضه التيار هيعدي في السلك الفاضي. اذا انا هنا ما عنديش غير خيارين، يا الخيار ده يا الخيار ده. بص حضرتك دلوقتي معايا اجابتين الف ودال. لما التيار يخش كله جوه السلك هيكون اكبر، ولا لما التيار يتجزأ؟ اكيد حضرتك لما التيار يخش كله، فافتح كي 1 وكي 2، تبقى الاجابه الف هي اللي صح. طب ايه القصه اللي حضرتك كنت قايلها لي من شويه دي؟ طب ايه علاقتها باللي انا بقوله؟ هقول لك. بص حضرتك، انت عايز تعرف التيار اللي هنا، حط هنا اميتر. ما هو لو التيار اللي هنا زاد كثافه الفيض هتزيد. جميل. ايه اللي هيحصل لما تقفل المفتاح ده بس؟ الار توتال هتبقى توصيل توازي، يعني المقاومه المكافئه هتقل. شده التيار الكلي هيحصل لها ايه؟ تزداد. شده التيار الكلي هيحصل لها ايه؟ تزداد. حلو. فرق الجهد الخارجي، فرق الجهد الايه؟ الخارجي، اللي هو فرق الجهد من هنا لهنا، اللي هو فرق الجهد من هنا لهنا، اللي هو فرق الجهد بين طرفي المصدر. فرق الجهد الخارجي اللي هو بيساوي في بي ناقص اي في ار سمول. خلاص؟ طيب حضرتك دوت ماله؟ حضرتك هقول لك هو بيتناسب مع شده التيار تناسب عكسي. مع مين؟ مع التيار الكلي. يعني حضرتك التيار الكلي بيزيد، يبقى فرق الجهد بيحصل له ايه؟ بيقل. ليه حضرتك؟ لانه بيتناسب مع الاي توتال تناسب ايه؟ تناسب عكسي. طيب حضرتك ايه اللي بيحصل بقى لتيار الفرع؟ هقول لحضرتك كده، يبقى تيار الفرع بيساوي في على ار. المقاومه بتاعت السلك مقاومه ثابته ما اتغيرتش، لكن فرق الجهد حضرتك اتغير. حصل له ايه؟ بيقل، عشان شده التيار الكلي بتزيد. العلاقه بين في واي، فرق الجهد الخارجي وشده التيار الكلي، علاقه عكسيه بين فرق الجهد الكلي وبين فرق الجهد الخارجي وشده التيار الكلي. علاقه ايه؟ علاقه عكسيه. التيار الكلي بيزيد عشان المقاومه قلت، عشان التوصيل توصيل توازي، فبالتالي حضرتك فرق الجهد الخارجي هيقل.
طيب فرق الجهد الخارجي هيقل، يعني فرق الجهد بين طرفي السلك ده بيقل، يبقى شده تيار الفرع هتقل. شده تيار الفرع هيحصل لها ايه؟ هتقل. طيب حضرتك وانا عايز كثافه الفيض تزيد ولا تقل؟ لا انا عايز اكبر ما يمكن، عايز كثافه الفيض دي اكبر ما يمكن. يبقى حضرتك لو انا قفلت المفتاحين دول يبقى شده التيار هتقل، يبقى كثافه الفيض هتقل، فالاجابه دي غلط. خلاص؟ وتبقى الاجابه الصح ايه؟ الف. طب بعيدا عن الحوارات دي كلها، بس انا عايز اعمق حضرتك في الفهم شويه. خلاص؟ بعيدا عن الحوارات دي كلها، حضرتك انا لو قفلت المفتاح ده، خلاص احنا اتفقنا ان احنا ما ينفعش نقفل المفتاح ده، لان احنا لو قفلنا المفتاح ده التيار هيسحب كل التيار، فبالتالي ما ينفعش اقفل المفتاح كي واحد. يبقى اي اجابه فيها الكي واحد مقفول ما اختارهاش، يبقى ب غلط وج غلط. اتفضل معايا ايه؟ اجابتين، يا الاثنين مفتوحين، يا كي واحد مفتوح وكي اتنين ايه؟ مغلق. طيب خلينا في الاجابه دي، لو انا قفلت ده ايه اللي هيحصل؟ التيار هيوصل هنا ويحصل له ايه؟ يتجزأ. يعني بدل ما حضرتك يخش له اي توتال هيخش له تيار ايه؟ هيخش له تيار فرع. تيار فرع. خلاص؟ ولما يجي حضرتك مين اكبر، الاي توتال ولا الاي فرع؟ قال لك لا والله، هو حضرتك لو قفلت الكي 2 فهيخش له تيار فرع، لكن لو خليت كي 1 وكي 2 مفتوحين خلاص هيخش له اي توتال. ليه؟ ده مفتوح وده مفتوح، فالتيار الكلي هيخش كده. خلاص؟ يبقى لو كي 1 وكي 2 مفتوحين يبقى الاي توتال ايه؟ هيخش للسلك. ولو الكي 2 بس هو اللي مغلق، كي 2 بس هو اللي مغلق، هيخش له تيار فرعي. ليه؟ لان التيار هيوصل هنا ويتجزأ. مين اكبر، التيار الكلي ولا التيار الفرعي؟ التيار الكلي، وانا عايز اكبر بيه، صح كده؟ طالما عايز اكبر بيه خلاص يبقى اختار اكبر تيار، تبقى الاجابه الف. طولت عليك، استطلعنا من المساله ديت بمعلومه مهمه جدا اللي هي المعلومه دي. خلاص؟ ازاي اجيب قراءه اميتر لو المفتاح مقفول؟ بص يا قلبي، بعيدا عن الهري ده كله، خلاص؟ الاميتر ده كان الاول بيخش له تيار كلي قبل ما اقفل المفتاح، دلوقتي بقى يخش له تيار فرعي، يبقى اكيد الاميتر ده هيقل. يبقى اكيد الاميتر ده هيقل لو كانت ار سمول موجوده، لكن لو كانت ار سمول بصفر تيار الفرع ده يفضل ثابت. لو كانت ار سمول بصفر تيار الفرع ده يفضل ثابت. ليه؟ فرق الجهد على الفرع ده، فرق الجهد الخارجي هيفضل هيفضل ثابت. طيب معلومه كويسه، خلاص سجلها عندك في الملاحظات، سجل دي خلاص، وسجل برضو دي الفكره دي والفكره اللي قبليها، صورها خدها سكرين عشان تخليها عندك وتنقلها. طيب السؤال، نرجع تاني. حلقتان معدنيتان اكس وواي موضوعتان في مستوى الصفحه، مستوى رأسي واحد وبجوارهما، بس خلي بالك الحلقتين متماثلتين. خلاص؟ مالهم متماثلتين؟ طيب موضوعتان في مستوى رأسي واحد وبجوارهما وفي مستواهما سلك مستقيم AB، كما بالشكل المقابل فإذا كانت الإلكترونات الحرة تتحرك من الطرف A إلى الطرف B. الله، ده اتجاه مين؟ فعلي. يبقى الاتجاه التقليدي، انا مش بشتغل باتجاه الالكترونات، انا مش بشتغل بالاتجاه الالكتروني، انا مش بشتغل بالاتجاه الفعلي، مش بشتغل باتجاه حركة الالكترونات، انا بشتغل بالاتجاه الاصطلاحي. اول ما تديني اتجاه فعلي، اتجاه الكتروني، اتجاه حركة الكترونات، اعكس التيار. الالكترونات نازله يبقى التيار بتاعي طالع. طيب عايز احدد اتجاه المجال عن طريق قاعده امبير لليد اليمنى، ده اتجاه التيار طالع، يبقى من هنا داخل ومن هنا خارج. يبقى هنا انت بتديني اكسات وهنا انت بتديني دواير. جميل. السؤال الاول بيقول لي اتجاه خطوط الفيض المغناطيسي الذي يخترق الحلقتين يكون عمودي الى الداخل. هنا اكسات، هنا دواير، هنا اكسات، يبقى عمودي على مستوى الحلقه والى الداخل، تبقى الاجابه الف. النسبه بين مقدار الفيض المغناطيسي الذي يمر خلال الحلقتين. طيب تمام، ادي الفاي ماجنتيك بتساوي ايه؟ بتساوي البي في الايه في الساين سيتا. حلو، بالراحه خالص. انت دلوقتي معلش مين ثابت معاك؟ السيتا. ليه؟
لان كده كده هتبقى ب 90. ليه؟ لان المجال عمودي على الصفحه، فعمودي على الحلقه واي وعمودي على الحلقه اكس، اذا ساين ثيتا ثابته. طيب هل مساحه الحلقه اكس هي نفس مساحه الحلقه واي؟ عرفت منين؟ هو قال لك قال لي حلقتان متماثلتان. حلقتان ايه؟ متماثلتان. معنى ان الحلقتان متماثلتان يعني ليهم نفس المساحة، ليهم نفس عدد اللفات. اكتبها عندك، معنى ان الحلقتان متماثلتان ليهم نفس المساحة، ليهم نفس عدد اللفات، ليهم نفس نص القطر، اذا المساحة ثابتة. اذا الفاي ماجنتيك، هل حضرتك بالله عليك كثافة الفيض هنا نفس كثافة الفيض هنا؟ اكيد لا. ليه؟ بعد المركز عن الحلقة دي 2 دي، وبعد المركز عن الحلقة دي واحدة. اذا حضرتك كثافة الفيض مالها؟ متغيرة. اذا الفيض اللي انت عايزه نسبة باي اكس على باي واي هي نسبة بي اكس على بي واي. طيب وحضرتك انت عارف ان كثافة الفيض تتناسب عكسيا مع البعد العمودي بين الايه؟ بين النقطة والسلك. جميل. اذا هي نسبة دي واي على دي اكس، دي واي على دي اكس. بالله عليك حضرتك دي واي بقد ايه؟ دي واي ب 2 دي، ودي اكس بقد ايه؟ بدي واحده، صح؟ دي راحت مع دي، يبقى النسبه اكبر من الواحد، النسبه ب2 اصلا، يبقى اكبر من الواحد، النسبه بتاعت 2 على 1. تاني عايز باي اكس على باي واي. طب حضرتك اكتب القانون. اي سؤال فيه نسبه لازم اكتب القانون واشوف مين ثابت ومين متغير. الزاويه ثابته، المساحه ثابته عشان قال لي الحلقتين متماثلتين. اذا مين اللي بيتغير؟ كثافه الفيض. نقطة تبعد دي ونقطة تبعد 2 دي، يبقى أكيد كثافة الفيض هتتغير، لأن كثافة الفيض تتناسب عكسيا مع البعد العمودي بين الإيه؟ بين النقطة والسلك. إذا النسبة بين باي على باي إكس على باي واي هي نسبة بي إكس على بي واي. طب وأنا معيش ولا بي ولا بي، ما أنت عارف حضرتك إن البي بتتناسب عكسيا مع البعد العمودي. إذا بي إكس على بي واي هي نسبة دي واي على دي إكس. دي واي ب 2 دي، دي اكس بجي، يبقى 2 دي على دي، يبقى النسبه تطلع اكبر من الواحد الصحيح. طيب حلو قوي السؤال ده، جميل، في كذا فكره. السؤال رقم 33. الشكل الموضح: سلك مستقيم يمر به تيار كهربي شدته 2 امبير. الشكل الموضح خلاص، سلك مستقيم يمر به تيار 2 امبير. على جنب كده حبيب قلبي، على جنب كده خلاص. شدة تيار السلك بتساوي 2 امبير، وموضوع عمودي على مجال مغناطيسي منتظم كثافة فيضه. ده كثافة الفيض الخارجية، كثافة الفيض الخارجية اللي هي الاكسات دي. الاكسات دي هي كثافة الفيض الايه؟ الخارجية. بكام؟ ب4 في 10 أس سالب 6 تسلا. جميل. فإن كثافة الفيض المحصلة عند النقطة إيه؟ وعايز كثافة الفيض المحصلة عند النقطة دي. طيب حضرتك أول حاجة طلع لي بس المعطيات دي إيه؟ بعد النقطة عن السلك، بعد النقطة إيه عن السلك؟ بتساوي 2 من 10 متر. جميل. وبعد النقطة بي عن السلك ب3 من 10 متر. حلو قوي. جميل. هات لي حضرتك كثافة الفيض للسلك، هات لي كثافة الفيض للسلك عند النقطة ايه؟ اكتب القانون، ده سلك مستقيم خلاص. اكتب القانون 2 في 10 أس سالب 7 في اي ايه على دي ايه. يلا عوض حضرتك. 2 في 10 أس سالب 7، 2 في 10 أس سالب 7 في شدة التيار اللي بتعدي 2 امبير على بعد النقطة ايه؟ ب 2 من 10 ايه؟ ب 2 من 10 متر. تعالى كده نحسب. يبقى 2 في 10 أس سالب 7 في 2 على 2 من 10 تطلع معايا 2 في 10 أس سالب 6. إذا كثافة الفيض عند النقطة إيه؟ ب 2 في 10 أس سالب 6. 2 في 10 أس سالب 6 تسلا. طيب جميل. طب تعالى نحسب كثافة الفيض عند النقطة B بتساوي 2 في 10 أس سالب 7 على طول بقى في شدة تيار السلك 2 أمبير على بعد النقطة 3 من 10 متر. هتغير بس
تكتب فوق 3 من 10. تطلع معايا كثافة الفيض عند النقطة بي بتساوي 1.33 في 10 أس سالب 6 تسلا. خلاص؟ طيب دي كده كثافة الفيض للنقطة، كثافة الفيض للإيه؟ للسلك. ودي كده كثافة الفيض للإيه؟ عند النقطة بي للإيه؟ للسلك. طيب انت عايز ايه بقى يا حبيب قلبي؟ انا كده ظبطت المساله بتاعتي. انا عايز المحصله عند النقطه ايه؟ عشان تجيب المحصله لازم تعمل ايه؟ لازم تحدد اتجاه التيار، اتجاه المجال. والله حضرتك ده اتجاه التيار لاعلى، يبقى من هنا ايه؟ داخل، يبقى من الناحيه الثانيه ايه؟ خارج. يبقى هنا اكسات وهنا دواير، هنا عمودي للداخل وهنا عمودي للخارج. هنا اكسات مع اكسات، يبقى المحصله بالجمع ولا بالطرح؟ بالجمع. يبقى البي توتال عند النقطه ايه هتساوي كثافه الفيض الخارجيه زائد كثافه فيض السلك عند النقطه ايه. كثافه فيض السلك عند النقطه ايه 2 في 10 اس سالب 6 زائد كثافه فيض الخارجيه، كثافه الفيض الخارجيه ب 4 في 10 اس سالب 6، 4 في 10 اس سالب 6. يبقى هجمع دي مع دي تديني كام؟ 6 في 10 أس سالب 6 تسلا. تبقى الإجابة ب. طيب عايز البي توتال عند النقطة بي. البي توتال عند النقطة بي هتبقى 1.33 في 10 أس سالب 6. خلاص؟ طيب ثواني بقى. هو هنا عند النقطة بي جمع ولا طرح؟ لا، عمودي للداخل مع عمودي للخارج. يبقى هطرح مين من مين؟ الكبير من الصغير. 4 في 10 أس سالب 6 اللي هي كثافة الفيض الخارجية، 4 في 10 أس سالب 6 ناقص كثافة الفيض للسلك عند النقطة بي ب 1.33 في 10 أس سالب 6. يطلع معايا الناتج 2 و 7 6 7 في 10 أس سالب 6 تسلا. تبقى الإجابة ج. خلاص، تبقى الإجابة كام؟ ج. طيب السؤال اللي وراه، جبت كثافة الفيض للنقطة ايه؟ جبت كثافة الفيض للنقطة بي. دي تختلف عن دي. بعد كده رحت عامل ايه؟ قلت والله حضرتك حددت اتجاه المجال هنا داخل وهنا خارج، يبقى هنا هجمع عشان اكس مع اكس، وهنا اطرح عشان اكس مع او. خلاص؟ ازاي عرفت ان انا هجمع واطرح؟ عرفت عن طريق تحديد اتجاه المجال. السؤال اللي بعده، الشكل المقابل سلك مستقيم طويل، سلك مستقيم طويل عمودي على الصفحة يمر بيه تيار شدته 40 امبير واتجاهه الى داخل الصفحة. طب جميل، يبقى شدة تيار السلك اي سلك بتساوي 40 امبير، 40 امبير. جميل. واتجاهه الى داخل الصفحة، والسلك موضوع في مجال مغناطيسي كثافة فيضه البي ماجنتيك للسلك بتساوي 6 في 10 أس سالب 5 تسلا. دي كده كثافة الفيض الايه؟ الخارجية. اهو حضرتك انا عندي هنا سلك اكس اهو، خلاص بيأثر او بيتأثر بمجال خارجي. المجال الخارجي اهو، ده اتجاه المجال الخارجي اهو، ده اتجاه المجال الخارجي اهو. خلاص، ده اتجاه المجال الخارجي. طيب واتجاهه الى يسار الصفحة، اتجاه المجال الخارجي الى يسار الصفحة، فتكون محصلة كثافة الفيض عند النقطة بي. ادي النقطة بي اهي، ادي اهي النقطة بي اهي، اعملها كده بلون تاني اهي، دي النقطة بي. عايز محصلة كثافة الفيض عند النقطة بي. طيب والتي تبعد مسافة يبقى الدي بتاعتي بعد النقطة عن السلك بتساوي كام؟ 10 سم، يعني 10 في 10 أس سالب 2 متر. طيب يلا بينا. والله حضرتك انا عايز اروح احسب محصلة كثافة الفيض، لازم تحدد الاتجاه. لازم هنا تحدد الاتجاه عن طريق قاعدة امبير لليد اليمنى. اتجاه السلك عمودي للداخل، يبقى اتجاه الدوران مع ولا عكس؟ مع عقارب الساعة. يبقى اتجاه دوران هيبقى اهو حضرتك عند النقطة بي هيديني مجال عبارة عن ايه؟ عن دواير. ده كده اتجاه المجال. حضرتك عند النقطة بي هعمل مماس. اتجاه المجال عند النقطة بي، اتجاه المجال للسلك مع ولا عكس؟ اهو ده اتجاه مجال السلك، ده اتجاه المجال بتاع الخارجي، ده اتجاه مجال السلك وده اتجاه المجال الخارجي، الاتنين في نفس الاتجاه. يبقى محصلة كثافة الفيض البي توتال بالجمع بي سلك زائد بي خارجي، زائد بي ايه؟ خارجي. ايه اللي عرفك ان هما جمع؟ اتجاه مجال السلك في نفس اتجاه المجال الخارجي. مجال السلك هروح اجيبه الاول. مجال السلك اقول له البي بتساوي
بتساوي 2 في 10 أس سالب 7 في اي على ايه؟ على دي. طيب الاتنين 2 في 10 أس سالب 7 في الاي ب 40 امبير على بعد النقطة عن السلك ب 10 في 10 أس سالب 2. بعد النقطة عن السلك 10 في 10 أس سالب 2، لازم احول من سنتي لمتر. يبقى 2 في 10 أس سالب 7 في اي اللي هي ب 40 على دي اللي هي 10 في 10 أس سالب 2. تطلع معايا 8 في 10 أس سالب 5. تطلع معايا 8، تطلع معايا البي ب 8 في 10 أس سالب 5 تسلا. دي كده كثافة فيض مين؟ السلك. خلاص؟ طيب وانا معايا كثافة الفيض الخارجية اللي هي بكام؟ اللي هي ب 6 في 10 أس سالب 5. يبقى اقول له كده 6 في 10 أس سالب 5 زائد 8 في 10 أس سالب 5. يعني هتطلع معايا 14 في 10 أس سالب 5. يعني 1.4 لو انت حركت هنا العلامة سهم واحد يبقى 1.4، قلل من هنا سالب يبقى في 10 أس سالب 4، تبقى الإجابة إيه؟ ألف. خلاص؟ صعبة؟ ما أظنش إن هي صعبة. طيب السؤال اللي بعده حلينا زيها في الحصة. السؤال اللي بعده الشكل المقابل سلك مستقيم. سلك مستقيم موضوع عمودي على مجال مغناطيسي منتظم اتجاهه إلى داخل الصفحة وكثافة فيضه بي. تاني، الشكل المقابل سلك مستقيم موضوع عمودي على مجال مغناطيسي منتظم اتجاهه إلى داخل الصفحة وكثافة فيضه بي. إذا البي دي كثافة الفيض الايه؟ الخارجية، مش كثافة فيض السلك. فإذا مر تيار اي في السلك كانت كثافة الفيض عند النقطة بي، كانت بكام؟ ب 3 بي. فتكون محصلة كثافة الفيض عند النقطة كيو بقد ايه؟ طب بالراحة خالص. طب بالله عليك حضرتك لازم حضرتك تحدد ايه؟ اتجاه مجال السلك. ده اتجاه التيار، ده اتجاه التيار من هنا داخل ومن هنا خارج، من هنا داخل ومن هنا ايه؟ خارج. حلو. يعني محصلة كثافة الفيض هنا بالايه؟ بالجمع. محصلة كثافة الفيض هنا بالايه؟ بالطرح. طيب حضرتك بعد النقطة بي هو نفس بعد النقطة ايه؟ كيو. بعد النقطة بي هو نفس بعد النقطة كيو. إذا بما أن دي بي بتساوي دي كيو، بعد النقطة بي بيساوي بعد النقطة ايه؟ كيو. إذا كثافة الفيض وكده كده نفس التيار اللي بيمر، نفس التيار اللي بيمر في السلك. خلاص؟ إذا كثافة الفيض للنقطة بي بتساوي كثافة الفيض للنقطة كيو. طب أعرف أجيبها منين؟ من هنا. مش أنت حضرتك قلت لي إن محصلة كثافة الفيض عند النقطة بي بتساوي 3 بي؟ طيب 3 بي، طب ما حضرتك دي عبارة عن كثافة الفيض للسلك زائد، لأن محصلة كثافة الفيض هنا بالجمع، زائد كثافة الفيض الإيه؟ الخارجية. صح كده؟ طيب حضرتك كثافة الفيض الخارجية معاك ببي زائد البي بتاعت الإيه؟ بتاعت السلك. كانت محصلة كثافة الفيض بكام؟ ب 3 بي. محصلة كثافة الفيض هنا كانت بكام؟ ب 3 بي. طب كام زائد بي يديني 3 بي؟ يبقى اكيد كثافة الفيض بتاعت السلك بتساوي كام؟ بتساوي 2 بي. كثافة الفيض للسلك بتساوي كام؟ 2 بي. طيب حضرتك دلوقتي انا عايز محصلة كثافة الفيض عند النقطة كيو، يبقى اقول له كده البي توتال عند كيو بتساوي جمع ولا طرح؟ اكيد طرح حضرتك، وانت عارف ان كثافه الفيض للسلك عند النقطه كيو بتساوي كثافه الفيض للسلك عند النقطه بي، وكثافه الفيض للسلك طلعتها انا بتساوي كام؟ 2 بي. يبقى اقول له كده 2 بي ناقص كثافه الفيض الخارجيه اللي هي بكام؟ بي. 2 بي ناقص بي يعني هتديني كام؟ هتديني 1 بي. يبقى محصله كثافه الفيض هتساوي ايه؟ هتساوي بي. المحصله. السؤال اللي بعده سؤال رقم 36 بيقول لك ايه؟ الشكل المقابل. عايز اديك ملاحظه هنا. لو انا معايا سلك عمودي لداخل الصفحه، فبالطبيعي حضرتك هيديني مجال حدده عن طريق قاعده امبير لليد اليمنى، يبقى هيلف مع عقارب الساعه، هيلف كده. خلاص؟ طيب بالراحه. لو انا اديتك مجال
بالشكل ده. ده مجال خارجي وليكن ده مجال الارض. عايز محصلة كثافة الفيض هنا، وعايز محصلة كثافة الفيض هنا، وعايز محصلة كثافة الفيض هنا، ومحصلة كثافة الفيض هنا. بص حبيبي، عشان تجيب اتجاه على مسار دائري ارسم عند النقطة اللي انت عايز اتجاهها مماس للدايرة دي. خلاص؟ طيب اتجاه المجال هنا نازل صح؟ ارسم مماس يبقى نازل كده. هنجيب قلم تاني. اتجاه المجال هنا نازل اهو بيلف كده. خلاص؟ يبقى ارسم مماس يبقى هو نازل كده. اتجاه المجال هنا جاي كده يبقى ارسم مماس يبقى جاي كده. اتجاه المجال هنا طالع لفوق يبقى ارسم مماس طالع لفوق. اتجاه المجال هنا جاي كده يبقى ارسم مماس جاي كده. بص كده، هنا المجال عكس اتجاه المجال، هنا المجال طالع هنا المجال نازل، يبقى المحصلة عند النقطة دي بالطرح. هنا المجال طالع هنا المجال طالع، مجال الخارجي طالع ومجال السلك طالع، يبقى المحصلة عند النقطة دي بالجمع. هنا المجال جاي كده وهنا مجال الخارجي جاي كده، مالهم متعامدين، خد الجذر. هنا المجال جاي كده وهنا المجال طالع، مالهم متعامدين، خد الجذر. يبقى هنا وهنا هتاخد الجذر التربيعي او تشتغل فيثاغورس، وهنا وهنا هتطرح عشان المجال عكس مجال، وهنا هتجمع عشان المجال في نفس اتجاه المجال. جميل قوي. ارجع تاني للسؤال. مجال تيار كهربي عمودي الى خارج الصفحه، ده اتجاه التيار عمودي للخارج. خلاص؟ يبقى هيلف ازاي المجال بتاع السلك هيلف عكس عقارب الساعه، هيلف كده 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 كده. مستر عايز اعرف الاتجاه، خد مماس ده طالع، خد مماس ده جاي كده، خد مماس ده جاي كده، خد مماس ده جاي كده. خدت المماسات بتاعتي. مجال في نفس اتجاه المجال يبقى عند النقطة 4 هجمع. مجال جاي عكس اتجاه المجال، ده طالع وده نازل، يبقى عند النقطة دي هطرح. مجال جاي متعامد على مجال اهو، ده كده طالع وده كده جاي كده، يبقى اخد الجذر التربيعي فيثاغورس. مجال جاي عكس متعامد مع مجال، يبقى اخد الجذر التربيعي فيثاغورس. يلا بينا. الشكل المقابل يوضح سلك ايه موضوع عمودي على مستوى الصفحة، يمر به تيار كهربي اتجاهه الى خارج الصفحة، فينتج عنه فيض مغناطيسي كثافة فيضه اتش تسلا. تاني، الشكل المقابل يوضح سلك ايه عمودي على مستوى الصفحة، يمر به تيار كهربي اتجاهه الى خارج الصفحة، فنتج عنه فيض مغناطيسي كثافته اتش تسلا. يبقى كثافة فيض السلك بتساوي ايه؟ بتساوي اتش تسلا. اتش تسلا. ان شاء الله اتش يركب تسلا. المهم، عند النقطة المبينة إذا كانت، أو عند النقاط المبينة إذا كانت كثافة الفيض المغناطيسي المركبة الأفقية لمجال الأرض بتساوي اتش تسلا. يبقى المجال الخارجي ده هو مجال مين؟ مجال الأرض. وده بيساوي إيه برضه؟ بيساوي اتش تسلا. إيه ده بقى؟ ماشي. المهم، في الاتجاه الموضح فإن محصلة كثافة الفيض لهذين المجالين عند النقط 1 و2 و3 و4. اوعى تقول لي ان هم قد بعض. طيب عند النقطة 1 احنا اتفقنا مجال عمودي على مجال، يبقى هعمل ايه؟ هجمع ولا اخد الجذر؟ هاخد الجذر التربيعي. يبقى اقول له كده الجذر التربيعي ل اتش تربيع زائد الجذر التربيعي ل اتش تربيع. اتش تربيع زائد اتش تربيع يعني بتساوي الجذر التربيعي ل 2 اتش تربيع. خلاص؟ الجذر يروح مع الاثنين فالاتش تطلع بره، يفضل على يعني يروح مع التربيع بتاع الاتش، ويفضل الجذر على ايه؟ على الاثنين، يبقى جذر 2 اتش. يبقى جذر 2 ايه؟ اتش. طب ما النقطة 1 هي النقطة 3 وهاخد الجذر فيهم، يبقى النقطة 1 والنقطة 3 جذر 2 ايه؟ جذر 2 اتش. خلاص؟ طيب. بينما في النقطة 2 النقطة 2 انا هطرح ده اتش تسلا وده اتش تسلا، يبقى اقول له اتش ناقص اتش. اطرح يبقى النقطة تطلع عندي هنا كام؟ بصفر. طب عند النقطة 4 هجمع، يبقى اتش زائد اتش يعني هتساوي كام؟ هتساوي 2 اتش. هو اتش واحد بس، هو الاتش واحد بس، مفيش تاني. ما علينا، دي المسألة اللي بتقول كده. طيب شوف السؤال اللي بعده. بص عشان هنا مش باينه، هنا السلك عمودي الى الخارج، هنا السلك عمودي الى الداخل، لا سوري، هنا السلك عمودي للخارج برضو، هنا خارج وهنا داخل،
هنا خارج وهنا داخل، وهنا خارج وهنا داخل. طيب اول حاجه مبدئيا خارج مع خارج بينهم طرح خارجهم جمع. هنا خارج مع داخل بينهم جمع خارجهم طرح. خارج مع داخل بينهم جمع خارجهم طرح. خارج مع داخل بينهم جمع خارجهم طرح. طيب بالراحه حضرتك، هنا ما ينفعش تبقى خطوط الفيد قيمه عظمى بالشكل ده. ليه؟ تاني حاجه حضرتك هنا المجال عمودي وخارج، المفروض المجال يلف كده، مجال السلك يلف كده، ومجال السلك هنا عمودي للخارج. المجال هنا صح بيلف كده، المجال هنا صح، لكن المجال هنا غلط، يبقى الاجابه الف اصلا غلط. طيب هنا بينهم جمع خارجهم طرح، لان السلك ده عمودي وخارج، والسلك ده عمودي وايه وداخل. السلك ده عمودي وخارج، والسلك ده عمودي وداخل، فبالتالي حضرتك ما ينفعش حضرتك يبقى في خط فيد مش موجود هنا، لان انا بينهم بجمع خارجهم ايه بطرح. طب تعالى تاني حضرتك، المفروض ان اتجاه المجال جاي كده، يبقى اتجاه التيار عمودي للخارج، يبقى اتجاه التيار ماشي كده، ده صح. طب وهنا جاي كده، يبقى المفروض اتجاه المجال للسلك ده جاي كده، يبقى دي اصلا ايه غلط، يبقى الاجابه ب غلط. تعالى هنا، ده اتجاه المجال للسلك عمودي للخارج، يبقى المفروض بيلف كده، وده صح. وده اتجاه السلك عمودي للداخل، يبقى جاي كده، صح برضو. اتجاهات المجالات هنا صح، هنا اتجاه المجال كان غلط، هنا اتجاه المجال كان غلط، هنا اتجاه المجال الوحيد اللي صح. تاني حاجه حضرتك، انا بجمع بين السلكين بطرح خارج السلكين عشان السلكين في عكس الاتجاه. بص حضرتك، محصله كثافه الفداء عند السلكين مالهم كبيره، كبيره جدا. خلاص، هي الاجابه ج اللي صح. هنا نفس الطريقه، المفروض ان المجال هنا عمودي للخارج، فاتجاه المجال يلف كده ما يلفش كده، فالاجابه د غلط. مفيش غير الاجابه رقم ج هي اللي صح. شوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك الشكل المقابل. الشكل المقابل يعبر عن سلكين واي وزد متوازيين وطويلين، ويمر بكل منهما تيار كهربي شدته اي، له نفس الشده، فان اتجاه محصله كثافه الفيد. ركز بقى معايا واحده واحده. حضرتك انا عايز اجيب الاتجاه ده، السلك زد اهو، وده السلك واي اهو، الاثنين عمودي للخارج، الاثنين عمودي للخارج. ده اتجاه المجال عمودي للخارج، يبقى اتجاه الفيد بيلف ازاي؟ بيلف كده اهو، بيلف كده، بيلف كده، وده اتجاه. يبقى عند النقطة اكس لو عايز اتجاه، يبقى هو ده اتجاه المجال للنقطة زد. يبقى الاحمر ده اتجاه المجال للنقطة زد. انا عايز عند اي نقطة في مسار دائري اتجاه اعمل مماس. طيب تعالى هنا للنقطة واي، للنقطة واي ارسمه بالاخضر اهو، ده اتجاه المجال عمودي للخارج، يبقى المجال بيلف ازاي؟ بيلف كده. هرسم دايرة كده عند النقطة واي، يبقى هو بيلف كده. طب انا عند النقطه دي عايز اعمل مماس، يبقى اتجاه المجال للسلك واي كده لاعلى. ده اتجاه المجال للسلك زد بالاحمر اهو، وده اتجاه المجال للسلك ايه؟ للسلك واي. كده المجالين اهو، ده مجال السلك واي عند النقطه اكس، وده مجال السلك، ده اتجاه مجال السلك للسلك زد. طيب حضرتك انا عايز اجيب المحصله، لا مع واي ولا مع ايه ولا مع زد، ما بينهم كده، ما بينهم كده، يبقى في اتجاه النقطة رقم 3. اتجاه النقطة رقم 3 ده كده اتجاه الايه؟ المحصلة المتعامدة. طيب لا مع ده ولا مع ده، باخد اللي ما بينهم. طيب السؤال اللي بعده. بص يا قلبي، النقطة واي، النقطة واي، ده السلك عمودي للخارج، ده السلك ايه؟ عمودي للخارج. في الشكل المقابل سلكان A و B مستقيمان ومتوازيان عموديان على مستوى الصفحة، يمر بكل منهما تيار شدته I و2 I على الترتيب. خلاص، يبقى السلك A بيمر فيه I، والسلك B بيمر فيه تيار شدته 2 I. فإنه عند النقطة Y تحسب محصلة كثافة الفيد من العلاقة. من أنهي علاقة حضرتك؟ هقول لك. بص، اديني اتجاه المجال عمودي للخارج، يبقى المجال بيلف ازاي؟ بيلف كده، يبقى المجال بيلف كده اهو.
اديني حضرتك مماس عند النقطة اهو، يبقى ده كده اتجاه المجال للسلك بي. حلو. تعال عند السلك ايه؟ ده اتجاه الايه؟ التيار. يبقى اتجاه المجال بيلف ازاي؟ بيلف كده اهو، عند النقطة يلف كده 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 من قاعدة امبير. اديني حضرتك مماس اهو، ده المماس، يبقى ده مجال مين؟ مجال السلك ايه، وده مجال مين؟ مجال السلك بي. مال المجال مع اتجاه المجال، اتجاه المجال مع المجال متعامدين. بما ان المجالات متعامده يبقى اشتغل فيثاغورس، يبقى البي توتال بتساوي الجذر التربيعي لبي ايه تربيع زائد بي بي تربيع. ليه يا باشا؟ عشان المجالات مالها متعامده. طيب السؤال اللي بعده، السؤال ده فيه خطأ يعني في كتاب الامتحان، ان هو حاطط لي نقطة عند السلك، نقطة عند السلك ونقطة عند السلك، نقطة زد ونقطة كي. انت كطالب ثانوية عامة مش مطالب حضرتك تعرف كثافة الفيد للنقطة كي وللنقطة زد بقد ايه. ليه؟ لأن النقطة ادي السلك اهو، هفهمك بس حاجة وهمسح تاني. خلاص كأني ما قلتش حاجة. ادي النقطة كي اهي عند محور السلك، وادي النقطة زد عند محور السلك. دي النقطة كي اللي هو حاططها لي على السلك، ودي النقطة زد حاططها لي على السلك. مبدئيا الإجابتين دول أنا هستبعدهم، لا كي ولا زد هاخدهم من غير ما أعرف السؤال إيه. بالراحة. ليه حضرتك؟ لأن هنا بيقول لي الشكل المقابل سلكان طويلان ومتوازيان يمر بكل منهما تيار كهربي، فإن كثافة الفيض تكون أكبر عند أنهي نقطة؟ بالراحة. هنا التيار بيمر كده، لو التيار بيمر كده او بيمر بعكس، الشحنه الكهربيه اللي بتمر هتديني مجال، والشحنه الكهربيه اللي بتمر هتديني برضو مجال. خلاص المجال ده كانك معاك سلكين بالظبط قد بعض وفي نفس الاتجاه. النقطه تقع بين الايه؟ بين السلكين، فبالتالي محصله كثافه الفيض هنا ايه؟ بصفر. ومحصله كثافه الفيض كذلك الامر، حتى لو هنا نازل وهنا نازل، فبالتالي حضرتك نقطه تقع بين تيارين، والتيارين دول حضرتك قد بعض في المقدار عكس في نفس الاتجاه، يبقى النقطه اللي هتقع بينهم محصله كثافه الفيض فيها بايه؟ بصفر. فهنا حضرتك انت مش مطالب تعرف كثافه الفيض ولا الزد تعرف، او تكون عارف ليها ايه، او تكون عارف ليها فكره. خلاص المهم يبقى احنا كده النقطه كي والنقطه زد مش معانا. بالراحه. انا عايز محصله كثافه الفيض اكبر ما يمكن. محصله كثافه الفيض التيارين في نفس الاتجاه، التيارين في نفس الاتجاه، يبقى بينهم طرح خارجهم ايه؟ خارجهم جمع. بينهم طرح خارجهم ايه؟ جمع. طب يا ترى النقطه اكس ولا النقطه واي هي اللي هتكون اكبر كثافه فيض؟ اكبر كثافه فيض يبقى اكون قريب من التيار الايه؟ اكون قريب من التيار الكبير، تبقى النقطه واي هي اللي صح. تبقى النقطه واي هي اللي صح. طب لو عايز اقل يبقى هكون قريب من التيار الايه؟ هكون قريب من التيار الضعيف. طيب السؤال اللي بعده، السؤال رقم 41 بيقول لي سلكان مستقيمان طويلان ومتوازيان يمر بكل منهما تيار كهربي اي و2 اي. ده اي وده 2 اي، ده اكس ده اكس وده او. خلاص؟ طيب حضرتك السلكين هنا في نفس الاتجاه ولا في عكس الاتجاه؟ لا السلكين هنا حضرتك في عكس الاتجاه، يبقى بينهم اي نقطة تقع منهم بالجمع خارجهم طرح. بينهم جمع خارجهم ايه؟ طرح. ليه؟ لان التيارين في عكس الايه؟ في عكس الاتجاه، يبقى بينهم هجمع خارجهم ايه؟ هطرح. جميل. طب حضرتك دلوقتي انا عايز ترتيب محصله كثافه الفيض عند النقاط دي. اول حاجه حضرتك البي واي هي اكبر ما يمكن، اكبر واحده فيهم. ليه؟ لان عندها بجمع محصله كثافه الفيض، بره بطرح. طيب مين اكبر منها؟ طب ما انا هنا بطرح وهنا بطرح، صح كده؟ عند النقطة زد هطرح وعند النقطة اكس هطرح، بس النقطة زد اقرب للتيار الكبير والنقطة اكس اقرب للتيار الصغير، يبقى مين اكبر في كثافة الفيض بعديها؟ هتبقى النقطة زد، وبعد كده اقل حاجة خالص البي اكس عشان قريبة من التيار الايه؟ قريبة من التيار الضعيف. تبقى الاجابة البي واي اكبر من البي زد اكبر من البي اكس، هتبقى الاجابة د. السؤال اللي بعده، الشكل المقابل يوضح سلكين مستقيمين طويلين جدا. سؤال رقم 42. السؤال ده رقم كام؟
41 السؤال رقم 42. الشكل المقابل يوضح سلكين مستقيمين طويلين جدا ومتوازيين وعموديين على الصفحة، ويمر بكل منهما تيار كهربي، فإذا كانت شدة التيار للسلك الأول أكبر من شدة تيار السلك الثاني. تيار السلك الأول أكبر من تيار السلك الإيه؟ تيار السلك الأول أكبر من تيار السلك الثاني. طيب، فإن اتجاه المحصلة هيبقى مع الكبير. اتجاه التيار عمودي للخارج، يبقى اتجاه المجال بيلف عكس عقارب الساعة. يبقى اتجاه المجال عند النقطة B بيلف عكس عقارب الساعة عن طريق قاعدة أمبير. أنا عايز اتجاه المجال عند النقطة دي، آخد النقطة وارسم عندها مماس. المجال طالع أهو، عند النقطة دي المجال طالع، يبقى اتجاه المجال هيكون لأعلى. طيب، السؤال اللي بعده. الشكل المقابل سلكان متوازيان يمر بكل منهما تيار I1. ثواني كده نصغر بس الصفحة بس. طيب، في الشكل المقابل سلكان متوازيان يمر بكل منهما تيار I1 شدته 2 أمبير، وفي السلك الثاني تيار شدته 4 أمبير، فإن كثافة الفيض المغناطيسي الكلي عند النقطة B لو كان التيارين في اتجاه واحد. يعني حضرتك ده في نفس الاتجاه ده، لو التيارين في نفس الاتجاه هعمل ايه؟ تعال، النقطة B تقع، لو التيارين في نفس الاتجاه بينهم طرح خارجهم ايه؟ جمع. يبقى النقطة B تقع خارج السلكين، النقطة B تقع خارج السلكين، يبقى اقول له كده حضرتك البي توتال لو التيارين في نفس الاتجاه هجمع، هي عبارة عن B1 زائد B2. حلو، هعمل ايه حضرتك؟ طلع بس المعطيات بتاعتي. والله حضرتك I1 التيار اللي بيمر في السلك 1 ب2 أمبير، والتيار اللي بيمر في السلك 2 بيساوي 4 أمبير. لازم تطلع المعطيات دي بتاعتك. خلاص، وبعد النقطة عن السلك الأول 5 سم، يبقى دي 1 ب5 في 10 أس سالب 2. وبعد النقطة عن السلك التاني ب15 سم، يبقى دي 2 البعد ده كله. خلاص، بكام؟ 10 و5 يبقى 15، يبقى دي 2 ب15 في 10 أس سالب 2. طيب، أقوم عامل إيه؟ هجيب المحصلة بينهم طرح خارجهم جمع عشان الاتنين في نفس الاتجاه، يبقى أقول له كده 2 في 10 أس سالب 7 في I1 بكام؟ ب2، يبقى في 2 على دي 1 بكام؟ ب5 في 10 أس سالب 2. لازم أطلع المعطيات على الجنب كده. خلاص؟ طب أنا بشتغل بأنهي قانون؟ أنا بشتغل بالقانون ده، إن البي مش ده بي سلك بيساوي 2 في 10 أس سالب 7 في I على دي، حيث I شدة التيار ودي البعد العمودي عن السلك. خلاص، زائد البي 2 بتساوي ايه؟ 2 في 10 أس سالب 7. خلاص، في I2 بكام؟ ب 4 أمبير على دي 2 اللي هي بكام؟ ب 15 في 10 أس سالب 2. طيب، هاخد مين عامل مشترك؟ هاخد الاتنين في 10 أس سالب 7 عامل مشترك. خلاص، واشوف حصل الضرب ده بكام عشان ما اخدش وقت على الآلة. تبقى 2 على 5 في 10 أس سالب 2. خلاص، زائد 4 على 15 في 10 أس سالب 2. تطلع معايا 66 6.66 برضو، بس كده، او 6.7 بالشكل ده. طيب، هضرب الرقم ده في 10 في 2، هضرب الرقم ده في 2 في 10 أس سالب 7، يطلع معايا ان البي توتال اضرب الرقم ده كده اللي هو 66 5 في 10 أس سالب 2، ده هيطلع 66
67 هضربه هيطلع معايا ان البي توتال بواحد 33 في 10 أس سالب 5 تسلا. بس انا ما عملتش حاجه، انا خدت الاثنين في 10 أس سالب 7 عامل مشترك، وجمعت 2 على 5 في 10 أس سالب 2 زائد 4 على 15 في 10 أس سالب 2 طلع معايا 66 و67 من 100. هضربه في مين؟ هضربه في الرقم ده اللي هو 2 في 10 أس سالب 7 اللي انا هاخده عامل مشترك، يطلع معايا 1.33 في 10 أس سالب 5 تسلا. جميل. طيب لو عكس او كان التيارين في اتجاهين متضادين، طيب لو كان التيارين في اتجاهين متضادين يبقى بينهم جمع خارجهم طرح، بينهم جمع خارجهم طرح، بينهم جمع خارجهم طرح. يبقى كده هقول له والله حضرتك شكرا 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 شكرا. خلاص هطرح بقى. هطرح مين من مين؟ هطرح بي 1 ناقص بي 2. خلاص؟ طب لو طلع معايا الناتج بالسالب اشيل الاشاره بتاعتي، مش عايز. خلاص؟ ليه؟ لان السالب دي معناها ان انا طرحت الصغير من الكبير. طيب اهو 2 في 10 أس سالب 7 في اي واحد بكام؟ ب 2 على دي واحد بكام؟ ب 5 في 10 أس سالب 2 ناقص 2 في 10 أس سالب 7 في اي 2 اللي هي بكام؟ ب 4 على دي 2 اللي هي ب 15 في 10 أس سالب 2. طيب طلع الناتج ده على طول بقى. انا هطرح يطلع معايا البي توتال خلاص ان 2 و66 في 10 أس سالب 6 تسلا، وتبقى الإجابة د. خلاص؟ طيب السؤال اللي بعده، سلكان مستقيمان ومتوازيان اكس وواي، البعد بينهما 5 سم. السؤال ده لما يجي لك حاول ان انت ترسمه عشان تتخيل الايميجينيشن بتاعتك تشتغل كده. خلاص؟ سلكان مستقيمان اكس وواي، البعد بينهما 5 سم، البعد بينهم بيساوي 5 سنتيمتر. يمر بكل منهما تيار يمر عبر مقطع منه الكترونات حره بمعدل ثابت 2.5. السلك اكس بيمر فيه عبر مقطع منه الكترونات بمعدل ثابت 2.5 في 10 أس 20 الكترون. يبقى السلك اكس بيمر فيه تيار 2.5، لا مش تيار، ده ان على تي، معدل مرور الالكترونات اللي هو ان على تي بكام بقى حضرتك؟ ب 2.5 في 10 أس أس 20 الكترون لكل ثانيه. طيب والسلك واي بيمر بيه تيار 40 امبير، يبقى السلك واي ده بيمر بيه تيار شدته 40 امبير، فان كثافه الفيض عند نقطه في منتصف المسافه بين السلكين، اهو نقطه في منتصف المسافه بين السلكين. خلاص؟ اذا كان اتجاهي حركه الالكترون في السلك اكس بص اتجاه الالكترونات في السلك اكس والتيار الاصطلاحي في السلك واي في اتجاه واحد، يعني ده كده اتجاه حركه الالكترونات، وده كده اتجاه ايه؟ اتجاه اصطلاحي. اتجاه ايه؟ اصطلاحي. ده كده اتجاه حركه الالكترونات وده كده اتجاه ايه؟ اصطلاحي. لو كان الاتجاه الالكتروني للسلك اكس في نفس اتجاه الاصطلاحي للسلك واي، معنى كده في اتجاه واحد مين مع مين؟ الاتجاه الاصطلاحي للسلك واي مع الاتجاه الالكتروني للسلك ايه؟ للسلك. معنى كده ان حضرتك الاتجاهين مالهم متضادين. اوعى يضحك عليك، يعني مش ده الاتجاه الالكتروني اهو خلاص وده الاتجاه الاصطلاحي، الاثنين في نفس الاتجاه، يبقى معنى كده ان الاثنين بالنسبه للتيار الاصطلاحي بعكس الايه؟ بعكس الاتجاه. اول حاجه روح هات لي شده التيار بتاعت اكس، اي اكس بتساوي ان في اي على ايه؟ على تي. طب انا معايا الان على التي اللي هي بكام؟ اللي هي ب 2.5 2.5 في 10 أس 20. خلاص؟ دي الان على التي. طب اضربها في مين؟ اضربها في شحنه الالكترون اللي هي 1.6 من 10 في 10 أس سالب 19. اضربها 1.6 من 10 في 10 أس سالب 19، يبقى 2.5 في 10 أس 20 مضروبه في شحنه الالكترون اللي هي 1.6 في 10 أس سالب 19. تطلع معايا 40 امبير. تطلع معايا
40 امبير. خلاص، يبقى شدة التيار اللي هتعدي في السلك اكس ب 40 امبير. طيب عايز بقى محصلة كثافة الفيض. بص يا قلبي، هو مش النقطة دي تقع في منتصف المسافة بينهم، والمسافة بين السلكين 5 سم، صح كده؟ إذا حضرتك بعد النقطة دي 2.5 وبعد النقطة دي 2.5 سم. جميل. حضرتك طالما الاتجاهين متضادين يبقى بينهم جمع خارجهم ايه؟ طرح. بينهم جمع خارجهم طرح. مين اتجاهين مين؟ الاتجاه الاصطلاحي، لان انا شغال بالاتجاه الاصطلاحي. لما اديك اتجاه الكتروني اعكسه. خلاص، بينهم جمع خارجهم طرح. يبقى تقول لي كده البي توتال هتساوي بي اكس زائد بي واي. بي اكس زائد بي واي. بي اكس بكام؟ ب 2 في 10 اس سالب 7 في اي اكس بكام؟ اي اكس ب 40. خلاص، على دي اكس بكام؟ والله ب 2.5 في 10 اس سالب 2. 2.5 في 10 اس سالب 2 زائد 2 في 10 اس سالب 7 في برضه 40 على 2.5 في 10 اس سالب ايه؟ في 10 اس سالب 2. يعني خد واحده فيهم واضربها في 2 على طول يطلع معاك الايه؟ يطلع معاك الناتج. يبقى 2 في 10 اس سالب 7 مضروبه في 40 مقسومه على 2.5 في 10 اس سالب 2. اضرب كل ده في 2 او اجمعهم مع بعض يطلع معاك الناتج ان البي توتال ساعتها هتساوي 6.4 في 10 اس سالب 4 تسلا. تبقى الاجابه د. طب لو كانوا في اتجاهين متضادين، مين بقى؟ الاتجاه الالكتروني والاتجاه الاصطلاحي. معنى ان كده ان حضرتك ان الاتجاه الالكتروني، بص اهو دول السلكين ودي نقطه في المنتصف، المسافه ما بينهم يعني هنا دي هنا بتساوي دي هنا. خلاص، ده اتجاه التيار الاصطلاحي في السلك واي. معنى كده ان الاتجاه الالكتروني متضادين. الاتجاه الالكتروني بص اهو، اذا كان اتجاه حركه الالكترونات الحره في السلك اكس مع الاتجاه الاصطلاحي في السلك واي، يعني ده كده حركه الايه؟ الالكترونات. ده كده اتجاه حركه مين؟ الالكترونات في السلك ايه؟ في السلك اكس. طيب ما تعكسه، لان انت بتشتغل بالاتجاه الايه؟ الاصطلاحي. معنى كده ان التيارين في نفس الاتجاه بينهم طرح خارجهم ايه؟ جمع. ايه ده؟ تيارين في نفس الاتجاه ونقطه تقع في منتصف المسافه ما بينهم، اصلا دي قد دي، والتيار هنا ب 40 والتيار هنا كمان ب 40. يبقى حضرتك دي تعتبر نقطه تعادل، يعني محصله كثافه الفيض عند النقطه دي بايه؟ بصفر. خلاص؟ طيب في الحصه لو في اي مساله حسيت ان انت مش فاهمها تقول لي مستر انا ما فهمتش المساله دي، خلاص هعيدها لك تاني في الحصه. طيب السؤال رقم 45. شكل المقابل سلك 1 وسلك 2 طويلان ومتوازيان، وفي مستوى الصفحة المسافة بينهما 20 سم. يحمل التيار السلك 1 9 أمبير، يعني هنا بيمشي 9 أمبير. فإن شدة واتجاه التيار في السلك 2 التي تجعل محصلة كثافة المجال الناشئ عن السلكين عند النقطة X منعدمة. يعني البي توتال دي بصفر هنا، يعني دي نقطة ايه؟ نقطة تعادل. نقطة ايه؟ تعادل. ومعنى ان دي نقطة تعادل وتقع خارج ولا داخل السلكين؟ لا، خارج السلكين. معنى ان دي نقطة تعادل وتقع خارج السلكين، اذا التيارين متضادين، ده طالع يبقى ده ايه؟ نازل. طب انا عايز قيمة التيار، اقول له اطبق قانون نقطة التعادل، اي 1 على دي 1 بتساوي اي 2 على دي 2. طيب اي 1 بكام؟ ب9. طب وبعد النقطة عن السلك 10 و20 يبقوا كام؟ 30 سم. اي 2 بكام؟ معرفش، ده انا عايزها. طب دي 2 بكام؟ ب10. بعد النقطة عن السلك ايه؟ بكام؟ ب10 سم. طرفين في وسطين، يبقى الاي بتاعتي هتساوي 9 في 10 على 30. 9 في 10 ب90 على 30، يعني تطلع معايا ب3 امبير. تبقى الاجابه 3 امبير. ومن بي لايه؟
3 امبير، ومن بي الى ايه تبقى الاجابه د. طيب السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده بيقول لك سلكان مستقيمان ومتوازيان يمر بكل منهما تيار كهربي شدته اي في نفس الاتجاه. اثناء تحريك السلك لمسافه دي، اثناء تحريك السلكين لمسافه دي في اتجاهين متضادين في نفس اللحظه وبنفس السرعه كما بالشكل، فان محصله كثافه الفيض عند النقطه سي وبي على الترتيب بالراحه قبل ما احرك السلكين، التيارين في نفس الاتجاه، التيارين في نفس الاتجاه بينهم، التيارين في نفس الاتجاه بينهم طرح خارجهم ايه؟ خارجهم جمع، بينهم طرح خارجهم ايه؟ جمع. طيب والتيارين ليهم نفس المقدار، التيارين ليهم نفس الايه؟ نفس المقدار. طب ما ده اي وده اي وليهم نفس البعد. حلو، يبقى معنى كده ان محصله كثافه الفيض هنا بصفر. جميل، حلو قوي. طب حضرتك دلوقتي لو انا بعدت المسافه دي مسافه، يعني بعدت السلكين كده، خلاص خليت السلكين كده، هنا اي وهنا اي وهنا نفس النقطه بي، بقت المسافه دي قد ايه؟ 2 دي، والمسافه دي بقت قد ايه؟ 2 دي. ليه حضرتك؟ لان انا حضرتك حركت السلك ده مسافه دي والسلك ده مسافه دي، نفس البعد نفس التيار، دي تفضل بكام؟ دي تفضل بصفر، دي تفضل بايه؟ بصفر. طب حضرتك المسافه دي السلك ده قرب من النقطه سي، بدل ما هو كان ب2 دي بقى بكام؟ بقى بدي واحده بس. خلاص، بدل ما هو كان ب2 دي بقى بدي واحده بس. بالراحه بقى، هو كان هنا بقد ايه؟ والله حضرتك السلك قرب من الايه؟ من السي، بس السلك ده بعد. بالراحه، هات لي الاولانيه. هو مبدئيا ج ودال غلط. هات لي الاولانيه. البي توتال عند النقطه سي قبل ما احرك السلك كانت بتساوي ايه؟ هي عباره عن بي واحد، لو قلنا ان ده السلك الاول وده السلك الايه؟ ده السلك الثاني. طيب هي عباره عن البي واحد زائد البي 2. خلاص؟ طب البي واحد بكام؟ والله حضرتك بعد النقطه عن السلك واحد دي ودي و2 دي يبقوا كام؟ 4 دي. خلاص على جنب كده، يبقى اي واحد باي، اي 2 باي، دي واحد بعد النقطة عن السلك ب4 دي، ودي 2 بكام؟ ب2 دي. خلاص؟ طيب حضرتك دلوقتي انت بتقول لي بي واحد زائد بي 2، يبقى اقول له ايه؟ اخد 2 في 10 اس سالب 7 عامل مشترك. خلاص؟ او الاتنين في 10 اس سالب 7 اصلا مقدار ثابت في الاتنين. يبقى بي واحد هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن اي واحد على دي واحد زائد اي 2 على ايه؟ على دي 2. انت فاهم انا بعمل ايه؟ انا شلت الاتنين في 10 اس سالب 7 لان هي كده كده مقدار ثابت في الاتنين فمش تفرق معايا. خلاص؟ طيب اي واحد بكام؟ والله حضرتك اي واحد باي. طب ودي واحد بكام؟ والله دي واحد ب4 دي زائد اي 2 باي، ودي 2 برضو بكام؟ ب2 دي. خلاص؟ طيب ما حضرتك يعني كاني بجمع بالظبط ربع زائد نص. ربع زائد نص يديني كام؟ يديني 3 ارباع. يديني كام؟ يديني 3 ارباع بي. يبقى البي توتال عند النقطه سي هتديني كام؟ 3 ارباع بي. خلاص؟ طيب حضرتك المعطيات دي همسحها بقى. ليه بقى؟ لان دلوقتي بقى عندي معطيات جديده. بعد النقطه ده السلك الاول وده السلك الثاني بعد ما حركته. بعد النقطه سي اهو، بعد النقطه سي عن السلك الاول بقى بقد ايه؟ 2 دي و2 دي ودي، 2 دي و2 دي ودي يبقوا كام؟ يبقوا 5 دي. يبقى دي واحد ب5 دي، ودي 2 بعد النقطة عن السلك، بعد النقطة سي عن السلك الثاني، يبقى دي 2 بكام؟ يبقى دي 2 بدي. طيب حضرتك يبقى البي توتال برضو عندها بالجمع لان انا ما غيرتش اتجاه الايه؟ التيار. هتبقى البي واحد زائد البي ايه؟ زائد البي 2. خلاص؟ ماشي. خد ال 2 في 10 اس 7 والاي عامل مشترك لان نفس التيار، يبقى هقول له 1 على دي واحد بكام؟ ب5 دي زائد
1 على دي 2 بكام؟ بدي. يبقى خمس زائد كام؟ خمس زائد 1. خمس زائد 1 خمس زائد 1 يعني يديني 1.2 بي. هيديني 1.2 بي. مين أكبر؟ ال3/4 ولا ال1.2؟ أكيد ال1.2. يبقى أنا لما قربت السلك ده من النقطة سي كثافة الفيض إيه؟ زادت. يبقى هقول له النقطة بي هتفضل بصفر عشان هتفضل في منتصف المسافة بين سلكين في نفس الاتجاه، فهتفضل بصفر تظل منعدمة. لكن كثافة الفيض عند النقطة سي تزداد. هي كانت بكام بي؟ كانت ب3/4 بي، دلوقتي بقت بكام؟ ب1.2. مش عايز الكلام ده حضرتك، انت بتقرب من النقطة، بقرب من النقطة ومحصلة كثافة الفيض عندها بالجمع، بقرب من النقطة، يبقى انا كده ايه؟ يبقى انا كده كثافة الفيض عندي ايه؟ بتزداد. جميل. طيب نشوف السؤال الثاني. الشكل المقابل، سلكان اي 1 واي 2 متوازيان في نفس المستوى، يمر بكل منهما تيار كهربي. فاذا كان اي 2 اقل من اي 1، اي منطقه من المناطق اكس وواي وزد يقع بهما نقطه التعادل اذا كان التياران في نفس التياران المران في السلكين في نفس الاتجاه او في عكس الاتجاه. بص يا حبيبي، افتكر كده معايا نقطه التعادل. نقطه التعادل تقع في منطقه الطرح. نقطه التعادل حضرتك تقع بالقرب من التيار الايه؟ الضعيف. من التيار الايه؟ الضعيف. من التيار الضعيف اي 2 تقع بالقرب من التيار الايه؟ الضعيف اي 2. يبقى اكيد حضرتك نقطه التعادل هتبقى هنا مره وهتبقى هنا مره. ليه؟ لان حضرتك لا يمكن ان هي تقع في نقطه زد او في ايه؟ او في كي. لا يمكن. ليه؟ لان زد وكي قريبين من السلك الكبير او من التيار الكبير للسلك. طيب حضرتك انا دلوقتي عايز مين؟ لو التيارين في نفس الاتجاه، والله حضرتك لو التيارين في نفس الاتجاه بينهم طرح خارجهم جمع، او نقطه التعادل تقع بين السلكين لو التيارين في نفس الاتجاه، يبقى هتكون عند واي ولا زد؟ لا، هتكون عند واي عشان تقع بالقرب من التيار الايه؟ الضعيف. طيب ولو حضرتك التيارين في عكس الاتجاه تقع نقطه التعادل خارج السلكين. ليه حضرتك؟ عشان لما هبقى في عكس الاتجاه هيبقى بينهم جمع خارجهم طرح. طب هتقع فين؟ عند اكس ولا كي؟ لا، عند بالقرب من التيار الايه؟ بالقرب من التيار الضعيف، يبقى هتقع عند النقطه اكس. السؤال اللي بعده. الشكل المقابل، سلكان متوازيان ومستقيمان 1 و2 يمر بكل منهما تيار شدته اي في نفس الاتجاه. اي الاجراءات التاليه يؤدي الى اختفاء نقطه التعادل؟ ما عنديش غير حاله واحده. متى تنعدم نقطه التعادل بين سلكين؟ قلت لك عليها في الحصه. امتى ما يبقاش عندي نقطه التعادل؟ نقطة التعادل ما تبقاش موجودة لو التيارين في عكس الاتجاه ومقدارهما متساوي. يعني لو معايا تيارين بيمروا واحدة هنا وواحدة هنا، ده السلك الأول وده السلك التاني، خلاص، والتيارين قد بعض، هنا 5 أمبير وهنا 5 أمبير. امتى ما تحصل هنا؟ ما تحصلش نقطة تعادل. ليه يا مستر؟ لأن المفروض بينهم جمع خارجهم طرح. يعني المفروض نقطة التعادل خارج السلكين. المفروض يا مستر تقع نقطة التعادل بالقرب من السلك الأول ولا بالقرب من السلك الثاني؟ التيارين قد بعض. المفروض إن نقطة التعادل تقع بالقرب من التيار الضعيف. طب ما هو هنا 5 وهنا 5، يبقى نقطة التعادل تقع هنا ولا نقطة التعادل تقع هنا؟ قال لك ولا هنا ولا هنا، لا تنشأ نقطة تعادل أصلا. ليه حضرتك؟ هفهمك. مش من شروط نقطة التعادل إن لازم كثافة الفيض للسلك الأول تساوي كثافة الفيض للسلك الثاني، صح ولا لأ؟ تمام. طب حضرتك انت دلوقتي هل هنا في النقطة دي ينفع تكون البي 1 بتساوي البي 2؟ ما ينفعش خالص. ليه يا مستر؟ بعد النقطة عن السلك الأول لا يساوي بعد النقطة عن السلك الثاني، فبالتالي كثافة الفيض للسلك الأول أكبر من كثافة الفيض للسلك الثاني، فما حققتش الشرط.
طب هنا لا حضرتك، بعد النقطه عن السلك الثاني اقل من بعد النقطه عن السلك الاول، يعني كثافه الفيض للسلك الثاني عند النقطه دي اكبر من كثافه الفيض للسلك الاولاني عند النقطه دي. فبالتالي حضرتك سواء هنا او هنا حضرتك كثافه الفيض للسلك الاول اكبر من كثافه الفيض للسلك الثاني، وهنا كثافه الفيض للسلك الثاني اكبر من كثافه الفيض للسلك الاول، يبقى انا ما حققتش نقطه التعادل ان بي 1 بتساوي البي 2. خلاص؟ يبقى امتى احفظها كده، امتى ما تنشأش نقطة تعادل؟ لو التيارين في عكس الاتجاه وكلا التيارين متساويين، يعني التيارين قد بعض. خلاص؟ طيب يبقى امتى تنعدم نقطة، تختفي نقطة التعادل؟ امتى تختفي، ما يبقاش موجود في نقطة تعادل في أي حتة أصلا في السلكين؟ إزاحة السلكين غلط، مضاعفة شدة التيار غلط، عكس اتجاه تيار السلك في أحد السلكين. أيوه صح، ليه؟ لأن التيارين في نفس الاتجاه، لو عكست واحد فيهم لا تنشأ نقطة تعادل. ليه حضرتك؟ لو أنا عكست اتجاه التيار ده فبالتالي حضرتك كده هيبقوا تيارين عكس الاتجاه قد بعض في المقدار، فبالتالي لا تنشأ نقطة تعادل. السؤال اللي بعده. هنا في الشكل المقابل سلكان متعامدان معزولان يمر بكل منهما تيار كهربي. خلاص؟ فإن محصلة كثافة الفيض لهما تنعدم عند أنهي نقطة؟ بص يا قلبي، ده اتجاه التيار، ده اتجاه التيار أهو، من هنا إيه؟ داخل، يبقى من الناحية التانية إيه؟ خارج. يبقى التيار ده هيديني هنا داخل وهنا خارج. خلاص؟ ده أهو عشان بيمر كده أهو، كده عن طريق قاعدة امبير، من هنا داخل ومن هنا ايه؟ خارج. طيب حضرتك، طب السلك التاني ده اتجاه التيار نازل فيه اهو، نازل فيه اتجاه التيار، يبقى من هنا ايه؟ داخل، يبقى من الناحية التانية ايه؟ خارج، يبقى من هنا داخل ومن هنا ايه؟ خارج. حلو. حضرتك انت بتقول لي ايه ولا بي ولا سي؟ اول حاجة محصلة كثافة الفيض هنا جمع، هنا جمع، هنا طرح، هنا طرح. ليه؟ خارج مع خارج يبقى جمع، داخل مع داخل يبقى جمع، يبقى النقطة سي غلط والنقطة ايه؟ غلط. طيب حضرتك انا كده طبقت الشرط الاول ان نقطة التعادل تقع فين؟ في منطقة الطرح، منطقة الطرح لازم تكون واقعة في منطقة الطرح عشان البي تقدر بتساوي صفر. لازم احقق الشرط الثاني ان البي 1 بتساوي البي 2. جميل، بس انا هنا مش هقدر احقق الشرط ده. طيب الشرط الثالث تقع بالقرب من التيار الضعيف، تقع بالقرب من التيار الضعيف. بص كده حضرتك، دي قريبة من الاي، دي قريبة من السلك اللي بيمر فيه 2 اي. مين اللي اقرب؟ دي منطقة طرح ودي منطقة طرح، مين اللي اقرب من التيار الضعيف؟ النقطة دي، يبقى النقطة دي هي نقطة ايه؟ هي نقطة التعادل. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك في الشكل المقابل سلك مستقيم طويل في مستوى الصفحة يمر بيه تيار كهربي شدته 10 امبير. في تيار بيمر شدته 10 امبير، ده التيار اللي بيمر في السلك. موضوع في مجال مغناطيسي منتظم كثافة فيضه 2 في 10 أس -5 تسلا. جه السؤال ده في الامتحان. واتجاهه عمودي على الصفحة والى الداخل، فإن النقطة التي تنعدم عندها محصلة كثافة الفيض، يعني عايز نقطة التعادل، النقطة اللي هينعدم عندها محصلة كثافة الفيض. طيب مبدئيا كده محصلة كثافة الفيض هتنعدم فين؟ هتنعدم في منطقة الطرح. طب تعالى شوف فين منطقة الطرح، هتعرف منين؟ من تحديد اتجاه المجال. ده اتجاه التيار اهو، اتجاه التيار هنا طالع اهو، ده اتجاه التيار من هنا طالع، يبقى من هنا داخل ومن الناحية التانية خارج، يبقى هنا داخل ومن هنا ايه؟ خارج. جميل. دي تعتبر اكس مع اكس، يبقى المنطقة دي كلها اكس مع اكس يعني جمع، يبقى هنا لا تنشأ نقطة تعادل، يبقى شكرا دي وشكرا سي مش هينفعوا. ليه؟ لان لازم منطقه التعادل تقع في منطقه الايه؟ الطرح. النقطه الثانيه حضرتك ان لازم ان البي 1 تساوي البي 2. طيب انا معايا مين؟ معايا مين؟ معايا حضرتك البي ايه؟ البي 2 او اللي هي كثافه الفيض الايه؟ الخارجيه. لازم تساوي كثافه فيض مين؟ السلك، صح كده؟ طيب طب تعالى نجيبها. طب ما اقول له كده كثافه الفيض للسلك لازم تساوي كام؟ لازم تساوي 2 في 10 أس سالب ايه؟ أس سالب 5. صح كده؟ جميل. طب ما تجيب لي القانون بتاعها. والله 2 في 10 أس سالب 7 في اي على دي. طب ما انا عايز الدي، انا مش عارف هي تبعد 10 سم فتبقى النقطة بي، ولا تبعد 20 سم فتبقى النقطة ايه؟ خلاص؟ او منزل دي مكان الدي
ومطلع الدي مكانها، تبقى الدي بتاعتي بتساوي 2 في 10 أس سالب 7 في تيار السلك ده اللي بيمر بكام؟ ب 10 امبير اهو، ب 10 امبير، على هنزل ال 2 في 10 أس سالب 5 تحت، تبقى 2 في 10 أس سالب 5 هتساوي، يبقى 2 في 10 أس سالب 7 على، هتطلع معايا ب 20 امبير تقريبا، 20 امبير، 20 سم، 20 سنتيمتر. تبقى الإجابة عند النقطة ايه؟ عند النقطة ايه؟ طيب السؤال اللي بعده، الشكل المقابل سلكان اكس واي مستقيمان طويلان معزولان عن بعضهما ومتعامدان وفي مستوى واحد، يمر في السلك اكس واي تيار شدته 4 امبير واتجاه التيار المر بالسلك اي بي حتى تنعدم محصلة كثافة الفيض عند النقطة بي. حضرتك بص، مبدئيا يكون اتجاه وشدة التيار عامل ازاي؟ بص حضرتك، ده اتجاه الايه؟ ده اتجاه مين؟ ده اتجاه التيار لاعلى. طيب حضرتك ده اتجاه التيار، يبقى من هنا ايه؟ داخل، والناحية التانية خارج، يبقى هنا انت اعطيني داخل وهنا ايه؟ خارج. يبقى لازم السلك عند النقطة دي يديني مجال عمودي للايه؟ للخارج. لازم خلاص كثافة الفيض عند النقطة دي بالنسبة للسلك ده للخارج. بص هيبقى التيار جاي كده، من هنا داخل ومن هنا ايه؟ خارج. يبقى التيار جاي كده. ليه حضرتك؟ عشان يبقى من هنا اهو عن طريق تطبيق قاعدة امبير، من هنا داخل ويبقى من الناحية التانية ايه؟ خارج، عشان تبقى محصلة كثافة الفيض عند النقطة ديت بالايه؟ بالطرح. طيب ده أول حاجة، يبقى أنا كده عرفت إن اتجاه التيار من ايه راح لبي عشان يديني كثافة فيض خارجة هنا في النقطة دي. هيبقى داخل مع خارج، بقت ديت منطقة ايه؟ بقت منطقة طرح. طيب انا كده جبت الاتجاه، يبقى اتجاه التيار من ايه لبي. من بي لايه غلط؟ من بي لايه غلط؟ هو من ايه لبي. طيب تعالى كده حضرتك طبق قانون نقطة تعادل اي واحد على دي واحد بتساوي اي 2 على دي 2. طيب اي واحد بكام؟ تيار السلك الاول ب4. طب دي واحد بعد النقطة ب2 سم، خلاص بتساوي اي 2 بكام؟ اي 2 والله اللي بتعدي انا مش عارفها، ده انا عايز. طيب بعد النقطة 8 سم، طرفين في ايه؟ في وسطين، يبقى اي 2 بتساوي 8 في 4 في 8 على الاتنين اللي في وش بعض مضروبين في بعض، اللي في وشها مقسوم عليهم، 4 في 8 ب 32 على الاتنين تبقى 16 امبير، وتبقى الاجابة هي ج. السؤال اللي بعده، وضعت بوصة صغيرة عند نقطة بين سلكين مستقيمين متوازيين فكانت على بعد 20 سنتيمتر من السلك الأول الذي يمر به تيار كهربي شدته 2 أمبير. أدي السلك الأول أهو، خلاص، وأدي البوصلة أهي. البوصلة ديت كانت على مسافة أو على بعد 20 سنتي من السلك الأول، يبقى دي كده مسافة كام؟ 20 سنتيمتر الذي يمر به تيار شدته 2 أمبير. حلو. واتجاهه من الجنوب للشمال، يبقى أنا رسمتها صح، من الجنوب للشمال أهو، ده اتجاه الشمال، يبقى من الجنوب للشمال، يبقى اتجاه تيار إيه؟ طالع. وعلى بعد 40 سنتي من السلك الثاني، يبقى النقطة دي تقع على بعد 40 سنتي من السلك الايه؟ من السلك الثاني، ده كده السلك الثاني. طيب واتجاهه فإن شدة واتجاه التيار الذي إذا مر في السلك الثاني لا يحدث انحراف للإبرة. كلمة لا يحدث انحراف للإبرة يعني الإبرة ديت عند نقطة تعادل. نقطة إيه؟ تعادل. خلاص؟ متى لا تنحرف إبرة البوصلة؟ لو كانت البوصلة محطوطة في نقطة تعادل. طيب يبقى أنا كده أطبق قانون نقطة التعادل، بس اصبر، عايز اتجاه التيار. طب اتجاه التيار ده هيبقى فين؟ والله حضرتك لازم المنطقة دي تبقى منطقة طرح.
طيب عشان تبقى منطقة طرح يبقى لازم اتجاه التيار في الاتنين، دي البوصلة بين السلكين، يبقى لازم يبقى في نفس الاتجاه. يبقى برضو من الجنوب للشمال، يبقى ب غلط وج ايه؟ ألف غلط وب غلط. يبقى لازم من الجنوب للشمال زي اتجاه مين؟ زي اتجاه تيار السلك الايه؟ الأول. دي حاجة. الحاجة التانية حضرتك طبق قانون نقطة التعادل، اي واحد على دي واحد بتساوي اي 2 على دي 2 عشان حضرتك تعرف تجيب الايه؟ عشان حضرتك تعرف تجيب التيار. اي واحد اللي بيمر ب 2 امبير، ودي واحد 20 بتساوي اي 2 اللي هي بتمر اللي هي بكام؟ مش عارفها، هو طالبها مني، على دي 2 اللي هي بكام؟ ب 40، طرفين في ايه؟ في وسطين. يبقى الاي 2 هتساوي 2 في 40 على 20. 2 في 40 ب 80، 80 على 20 هتطلع معايا بكام؟ ب 4 امبير. تطلع معايا ب 4 امبير، تبقى الاجابه ج. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده حلو السؤال ده، سؤال رقم 63. سلكان مستقيمان ومتوازيان واحد واثنين يمر بكل منهما تيار كهربي شدته تيار كهربي كما بالشكل، بحيث تكون النقطة اكس عند موضع التعادل. بس اصبر، النقطة اكس دي موضع ايه؟ دي نقطة تعادل. خلاص؟ النقطة اكس ده بعد التيار عن الايه؟ عن السلك الاول. اصبر بقى، يبقى اقول له كده اي واحد على اي 2 او اي واحد على دي واحد بيساوي دي واحد على ايه؟ على دي 2. طالما دي نقطة تعادل يبقى بعد اكس عن السلك الاول، ما هو حضرتك المسافة دي كلها بدي، والمسافة من النقطة اكس لحد السلك التاني بايه؟ صح كده؟ يبقى دي 2 بتساوي ايه؟ طيب يبقى بعد النقطة اكس عن السلك الاول بكام؟ بدي ناقص ايه؟ بدي ناقص ايه؟ يبقى دي بعد النقطة اكس عن السلك الاول، يبقى دي واحد بتساوي دي ناقص ايه؟ جميل. تعال نعوض. يبقى اي واحد على اي 2 بتساوي دي واحد على دي 2. طيب دي واحد بكام؟ دي واحد بدي ناقص ايه؟ طيب ودي 2 بكام؟ بدي. طيب واي واحد بكام؟ اي واحد باربعة. واي 2 بكام؟ واي 2 بواحد امبير، طرفين في ايه؟ في وسطين. دي في ايه؟ في واحد. دي ناقص ايه بواحد؟ يبقى دي ناقص ايه بتساوي 4 في دي باربعة. سوري، 4 في ايه؟ دي ايه مش دي. خلاص؟ 4 في ايه؟ باربعة ايه. هودي السالب ايه بعكس الاشارة، يبقى دي بتساوي 4 ايه زائد ايه، يعني هتديني 5 ايه. هتديني كام؟ 5 ايه. نكمل السؤال. فإذا زادت شدة التيار، فإذا زادت شدة التيار في السلك الثاني ل 4 امبير. يعني حضرتك كده انت هتغير في حاجة. طيب هتغير في حاجة. بص، لو زودت شدة التيار في السلك الثاني، يعني التيار هنا ب 4 امبير، وكده كده التيار هنا بكام؟ ب 4 امبير. طيب وأزيحت نقطة التعادل مسافة قدرها 10 سم. كده كده حضرتك نقطة التعادل هتبقى في المنتصف. نقطة التعادل هتبقى في المنتصف. ليه هتبقى في المنتصف؟ عشان خاطر حضرتك التيارين بيمروا في نفس الاتجاه. التيارين بيمروا في نفس الاتجاه والتيارات متساوية. متى تنشأ نقطة التعادل في المنتصف؟ لو كانت التيارات متساوية والتيارين بيمروا في نفس الاتجاه. خلاص؟ طيب يبقى لو المسافة دي كلها بدي، يبقى الحتة دي بالنص دي، يبقى الحتة دي بالنص دي. جميل. يبقى نقطة التعادل انزاحت مسافة قدرها كام؟ 10 سم. طيب حضرتك هي كانت فين؟ هي كانت عند النقطة ايه؟ تعالى كده فوق شوية. هي كانت فين؟ هي كانت عند النقطة ايه؟ طب والنقطة ايه ديت؟ اللي هي دي، صح؟ أزيحت مسافة قدرها كام؟ 10 سنتيمتر. صح كده؟ يعني النص دي، بص يعني النص دي بتساوي كام؟ ايه زائد 10. يعني اهو على جنب، يعني النص دي بتساوي كام؟ بتساوي ايه
زائد 10 سم. جميل. طب ما هو دي بكام؟ ب5 ايه؟ يبقى نص في 5 ايه بيساوي ايه؟ زائد 10 ايه؟ زائد 10 سم. طيب حضرتك نص يبقى 2 ونص ايه بيساوي ايه؟ زائد 10 سم. جميل. يعني حضرتك هودي الايه بعكس الاشاره هناك، هتبقى 2 ونص 2 ونص ايه ناقص ايه بيساوي كام؟ بيساوي 10. 2 ونص ايه ناقص ايه يعني هتديني 1 ونص ايه بتساوي كام؟ بتساوي 10. اقسم هنا على الواحد ونص واقسم هنا على الواحد ونص، تطلع معايا ان الايه بتساوي 10 على الواحد ونص 6.67 6.67 سنتيمتر. اذا الايه بكام؟ ب 6.67 سنتيمتر. خلاص؟ عرفتها منين يا باشا؟ ان حضرتك انت نقطة التعادل وقعت في المنتصف. وعرفت منين هي وقعت في المنتصف؟ لان انت زودت شدة التيار ده من 1 امبير ل 4 امبير، فبقى التيارين متساويين، فنقطة التعادل بقت في النص. يعني المسافة دي كلها دي، يبقى الحتة دي نص دي والحتة دي كمان نص دي. طب وانت زحت نقطة التعادل بقت بقد ايه؟ بقت اتحركت من النقطة ايه؟ وصلت ل 10 سم من الحتة دي. وصلت لقد ايه؟ ل 10 سم من الحتة دي. جميل. يعني الحتة دي كلها بقى مقدارها كام؟ ايه زائد 10 اللي هي بتساوي ايه؟ النص دي. خدت المعادلة دي قلت ان النص دي خلاص بتساوي كام؟ ايه زائد 10. النص دي بتساوي ايه زائد 10. النص دي بتساوي ايه زائد 10. يبقى النص دي بتساوي ايه زائد 10. شلت الدي وحطيت مكانها بكام؟ حطيت مكانها 5 ايه، ما انا جايبها من الاول. طيب يبقى النص ب5 ايه تديني 2 ونص ايه بتساوي ايه زائد 10. هودي الايه بعكس الاشاره، تبقى 2 ونص ناقص ايه بتساوي 10. خلاص؟ 2 ونص ايه ناقص ايه تديني 1 ونص ايه. اقسم هنا على 1 ونص وهنا على 1 ونص، تبقى الايه بتساوي 6.67 ايه سنتي. جميل. جميل. يبقى حضرتك انا عايز الدي، تبقى الدي بتساوي 5 ايه صح؟ طب ما انت جبت الايه، مش الدي بتساوي 5 ايه؟ تعالى هنا تعالى هنا، مش الدي بتساوي 5 ايه؟ يبقى 5 والايه مقدارها كام؟ 6.67 تطلع معايا بكام؟ تطلع معايا 33 و33 سنتيمتر. تبقى الاجابه دي. خلاص؟ صعبه؟ فكره حلوه. سؤال رقم 65 بيقول لي الشكل المقابل يوضح 3 اسلاك عموديه على مستوى الصفحه يمر بكل منهما تيار كهربي، فان محصله كثافه الفيض المغناطيسي عند النقطه اكس. بص انا معايا 3 اسلاك، ده عمودي للخارج وده عمودي للخارج وده كمان عمودي للخارج. انا عايز بقى المحصله عند النقطه اكس. هات لي سلكين، السلك ده والسلك ده في نفس الاتجاه والنقطه دي تقع ما بينهم، صح كده؟ التيار قد التيار، البعد قد البعد. اذا دي بالنسبه للسلك ده يبقى مجال السلك ده يلاشي مجال السلك ده. مجال السلك ايه؟ يلاشي مجال السلك اللي فوق يلاشي مجال السلك اللي تحت. ليه؟ طارين في نفس الاتجاه، بينهم ايه؟ بينهم طرح، خارجهم جمع. النقطه دي تقع بين السلكين ولا خارج السلكين؟ لا بين السلكين. يبقى انا اطرح ولا اجمع؟ لا انا هطرح. طب ما هو نفس البعد نفس شدة التيار، يبقى بالتالي مجال السلك ده يلاشي مجال السلك ده، يبقى الاثنين دول مش معايا. اذا محصلة المجال تعتبر لمين؟ تعتبر لمجال السلك اللي هو 40 امبير بس. طيب يبقى البي توتال هتساوي خلاص لمين؟ للتيار اللي بيمر فيه 40 امبير بس. خلاص؟ 2 في 10 اس سالب 7 في شدة تيار السلك ده بس 40 على بعد النقطة اللي هو 10 في 10 أس سالب 2، هتطلع معايا 8 في 10 أس سالب 5 تسلا. تبقى الإجابة ب. السؤال اللي بعده آخر سؤال خلاص. 3 أسلاك مستقيمة إكس وواي وزد رأسية في مستوى واحد يمر بكل منهما تيار كهربي أي. ده بيمر فيه أي، ده بيمر فيه اي، وده كمان بيمر فيه اي، وده كمان بيمر فيه ايه؟ اي. طيب فاذا وضعت البوصله بين السلكين واي وزد زي ما هو محطوط كده، فاتخذت ابرتها الوضع الحالي او المبين بفرض اهمال تاثير المجال المغناطيسي للارض، فان اتجاه التيارين
المرين في النقطة اكس والنقطة واي. بص، أول حاجة اتجاه التيار هنا عمودي للخارج، يبقى اتجاه المجال ليه، يبقى اتجاه المجال ليه هيكون كده. يبقى عند النقطة اس هيكون ايه؟ جاي كده بالشكل ده. خلاص؟ اعمل مماس، ده نازل، اتجاه القطب الشمالي طالع هنا، ده نازل، اتجاه القطب الشمالي طالع هنا، يبقى اكيد مجالين السلكين دول هيكون ايه؟ عمودي للايه؟ للخارج، طالع كده. خلاص؟ يبقى ده عمودي للخارج وده عمودي للخارج. ليه؟ لان الاثنين دول عايزهم يديني مجال عمودي للايه؟ للخارج، عشان يبقى مع القطب ان، عشان يفضل القطب ان مشير ناحيه الشمال. ليه؟ لان مجال السلك زد خلاص بيديني مجال لاسفل نازل لتحت. طب انا البوصله عندي ان لفوق، يبقى لازم ده يديني طالع ولازم ده كمان يديني هنا طالع. ازاي؟ يبقى عمودي للخارج من هنا طالع ومن عمودي للخارج من هنا ايه؟ طالع بالشكل ده. خلاص؟ يبقى الى اعلى والى اعلى. اشوفكم ان شاء الله حل المسائل بتاعه الملف الدائري والملف اللولبي. خلاص؟ وان شاء الله رب العالمين هنحاول ان احنا نحل مع بعضينا برضو، نشوف افكار جديده من كتاب نيوتن ومن كتاب الوسام او اي كتاب خارجي او اي فكره خارجيه جديده. خلاص؟ اشوفكم ان شاء الله على خير. اتمنى ان انتم ان شاء الله رب العالمين تكونوا استفدتوا من الحل ده، ويكون مراجعه ليك على الباب الثاني. عايزك تشد حيلك عشان امتحان الشامل على الباب الثاني ان شاء الله خلاص قرب. خلاص داخلين خلاص على الباب الثالث. في مجاميع خلاص هتمتحن الاسبوع اللي جاي امتحان شامل على الباب الثالث، على الباب الثاني سوري. خلاص وداخلين خلاص على الباب الثالث، يعني داخلين في المعمعه. شد حيلك معايا، مش عايزك تسقط مني. في ناس كتير جدا بتسقط في الوقت دوت، وفي ناس كتير بتمل من المذاكره في الوقت دوت، وبتشايفت خلاص ان الموضوع بعيد ولسه. خلي بالك انت هتنام هتقوم هتلاقي نفسك قدام الامتحان، هتلاقي نفسك في شهر 6، هتلاقي نفسك مواد كتير جدا متراكمه عليك. اوعى تكون من الناس ديت. خليك دايما واثق من نفسك، خليك دايما واثق ان اللي انت بتعمله صح، ان انت بتذاكر، ان انت بتبذل مجهود، ان مجهودك ده مش هيضيع على الارض. اتمنى ان شاء الله رب العالمين ان انا اكون فدتكم في الحصه ديت، وانتظروا مني بقيه الفيديوهات بتاعه الباب الثاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.